السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالأحبة الكرام، حياكم الله. طبعا كالعادة التعليق على الملابس. أحباب كرام زي الشيخ وائل فريد فاتني أن أرحب به أمس، وأبو داود المكي، حياكم الله جميعا. ناس عجبهم الغترة، ناس بيقولوا فين الشاشية. يا جماعة أنا رجل فري. يعني الدنيا سهلة يعني. أنا طبعا بقالي كتير لا ألبس مثل هذا اللباس لئلا أتشبه بالنابتة، لكن ليس من خصوصيات النابتة، فننوع يعني شوية وشوية. طبعا أنا أولا أبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الشهر ده خامس درس يعني، ما حدش يقول لي بعد كده اتأخرت ليه ولا حاجة. 5 دروس في شهر واحد. هذا البث المباشر طبعا لم يكن في الحسبان مطلقا، يعني أنا أمس انتهيت مما كنت أريده خلال هذا الشهر، والحقيقة أن أنا كنت أريد هذه ال4 دروس تكون في درس واحد، ولكن يعني كما ترون يعني مجموع ال4 دروس يزيد أو يصل تقريبا إلى 10 ساعات، فجزأناه على هذا. وأنا سأحاول إن شاء الله أن تكون الدروس القادمة أقصر في المدة، لأن احنا فعلا بلغنا أزمنة قياسية. الله يكرمك يا أبا داود، أحبك الله. لا لا، احنا حبايب، ما فيش مشكلة يعني. علق على الملابس عادي، الدنيا سهلة يعني. أبو عبد الرحمن بيقول لي شاربك لا يشبه شوارب النابتة. بصوا يا إخواننا الكرام، آه، الإخوة الذين كانوا معنا بالأمس أو الذين استمعوا إلى الدرس بعد انتهائه ووصلتني منهم رسائل كثيرة، أنا أسألكم قبل أن أبدأ الدرس وقبل أن تسمعوا ما أريد أن أسمعكم إياه، آه، ركزوا بس معانا الله يكرمكم، ودعكم من التعليقات، لأن هذا الكلام تطبيق عملي ونموذج عملي يبين لكم كثيرا من الكلام الذي أقوله عمليا، ويجيب عن أسئلة كثير من الناس: لماذا تشتد مع هؤلاء النابتة؟ ولماذا الحدة معهم؟ ولماذا تخاطبهم بهذا الأسلوب؟ طبعا تفصيل الجواب عن هذا في سلسلة لماذا تركت السلفية المعاصرة ولماذا هذا التعامل مع السلفية المعاصرة، لكن أنا سأسمعكم الآن نموذجا عمليا لأخلاق هؤلاء. لكن قبل أن أسمعكم، عبد الله شكري بيقول لي أضحي بالباقة. لا يا عبد الله، اسمعه يعني، ما تضحيش بالباقة ولا حاجة، اسمعه بعد ذلك وربنا يشفيك يا أخي ويعافيك. اسألوا الله عز وجل لأخيكم هذا، تعرفت عليه بالأمس ورجل مريض مرضا ما، يعني طبعا مش من حق أن أفصح به، لكن ادعوا الله لأخيكم لعل الله عز وجل يستجيب لأحد منكم، يكون يعني من الصالحين مستجاب الدعوة، والرجل يعني يستحق الدعاء. وهذا الرجل في الحقيقة رسلني أمس رسالة أثرت في تأثيرا شديدا جدا جدا يعني. هو أرسل إلي رسالة فقبلت صداقته، ثم قال لي وهذا شيء والله يعني فعلا يعني أنا لا أستحق هذا، وأنتم عارفين أنها مش بتاع تواضع كاذب يعني. فالرجل يقول إنه شرب ماء زمزم منذ أسبوع لأقبل صداقته.
ده بعد ما قبلت الصدقة، أنا ما كنتش أعرف الموضوع ده. فسبحان الله، يعني من أنا أصلا حتى يفعل هذا؟ أنا لا أستحق هذا أصلا. وبعدين ما صداقتي؟ يعني ما الذي تستفيده؟ لكن هذا يعني من حسن ظنه. وأدعو الله عز وجل لأخيكم هذا أن يشفيه الله من المرض الذي عنده. أخونا الشريف العلوي يقول: ذكرت قديما أنك ستفضح رجلا استدرج الأسمري بامرأة وكذا وكذا. طبعا معروف لمن أدرك يعني قبل 16 سنة تقريبا، 15 سنة تقريبا، أن أحد النابتة هنا في قطر، وهو مصري ورحل من قطر، وأنا عارفه هو مين، بس مش هقول اسمه دلوقتي، لكن سيأتي وقت وأخبركم باسمه. اتصل جعل امرأته زوجته تتصل بالشيخ الأسمري، الشيخ صالح الأسمري، لتسأله سؤالا ما عن الأزهر ورأيه في الأزهر وما إلى ذلك، كلام يعني يمس مسألة الوهابية والأشعرية ونحو ذلك. وسجلت له هذه المكالمة، والشيخ لا يدري طبعا. ثم رفعت هذه المكالمة إلى الجهات المعنية، وتسبب ذلك في طرد الشيخ صالح الأسمري من قطر. لتعرفوا أخلاق هؤلاء. ده نموذج، يعني واحد بيخلي مراته، تخيل مراته تكلم راجل عشان يحصل هذا. الله يكرمك يا شيخ عبد الله، شكري، شفاك الله وعافاك. بصوا يا جماعة، أمس عشان ندخل في الموضوع على طول، أنا أسألكم وأطلب منكم الإجابة، خصوصا من حضر معي درس الأمس أو سمعه بعد ذلك. وقد وصلتني رسائل كثيرة ولله الحمد من أناس يشكرون ويثنون بالخير ويدعون الله عز وجل لأخيهم اللي هو أنا، وأنهم استفادوا وفهموا المطلوب تماما. والحمد لله، هذا يدلك على أن مش كل الناس عندهم مواقف سيئة، لكن هناك من يريد أن يفهم، وهناك من لم يكن عارفا لكن لما يعرف ويتعلم يستفيد. فاللي حصل وأنا أسألكم عنه الآن، هل درس الأمس، طبعا لا بقوله بتاع الأسماء، الواحد بيقول لي إيه الخسة دي يخلي مراته، الكلام ده معروف ومنتشر وراجع ملتقى أهل الحديث، مش حاجة سر يعني. أسألكم سؤالا قبل أن ندخل في المقصود. هل فهم منكم أحد أني، وأنا امبارح شوف كررتها كم مرة، هسألكم عدة أسئلة، هل فهم منكم أحد أني أدعو الناس إلى التدخين؟ الناس عموما أو النساء خصوصا؟ ده السؤال الأول. على فكرة أنا بعد البث بشوف التعليقات، أنا الحقيقة كتير من التعليقات لا أراها، لا تظهر لي أصلا، أو تظهر لي متأخرة أحيانا، فأنتم ممكن تكونوا بتردوا دلوقتي أنا مش شايف التعليقات. لكن أنا بسألكم عدة أسئلة مهمة جدا، لأنكم ستسمعون بآذانكم الآن ما الذي حصل. ستسمعون بآذانكم الآن ما الذي حصل. أدي الإخوة بيقولوا لا. طيب، هل فهم أحد من كلامي بالأمس؟ يبقى السؤال الأول، هل أنا دعوت الناس إلى التدخين أو النساء خصوصا؟ كل الناس بتقول لا. السؤال الثاني، هل فهم مني أحد أمس أنني أنفي أن بعض الناس قد يتضرر بالتدخين بل يموت من أثر التدخين؟ ده احنا امبارح نصينا عليها دي. ها الإجابات أهو، لا لا لا، تمام، واحد ماشي، حاشا لله، تمام. يعني كل الناس فاهمين إن أنا أمس قلت أنا لا أدعو الناس إلى هذا، بل قلت إن التدخين أقل درجاته الكراهة، وبالتالي نحن لا ندعو الناس أصلا إليه، بل ندعو الناس إلى تركه. وكررت أن المدخن، كثير من المدخنين، بل قلت باللفظ كده ملايين المدخنين يموتون بالتدخين. ماشي. الولد اللي أرسل لي ده كان حاضرا معنا أمس، وكان سمع الكلام ده بأذنه، وهو أرسل إلي أمس رسالة على الأسك، قال لي أنا أريدك في أمر شخصي مهم. ركزوا معانا بقى، أريدك في أمر شخصي مهم. أنا من خلال الخلطة بالناس والخبرة عارف كويس إن اللي بيقول لي عاوزك في أمر شخصي أو أمر ضروري فهو أحد رجلين، إما أنه هو يريد أن يستدرجني إلى شيء، وإما أنه تافه يريدني في أمر تافه. تمام كده؟ الحمد لله ناس فاهمة. واحد بيقول لي بالعكس كنت تدعو الناس لأن تضع المسألة في مكانها الفقه الصحيح وحررت ذلك.
أنا الحمد لله جاءتني رسائل من عقلاء وناس أفاضل يقولون هذا الكلام، وأن هم استفادوا جدا وفهموا المراد تماما، وده يكفيني. لو واحد بس فهم ده يكفيني. لكن أنا هسمعكم دلوقتي لتعرفوا، وهقول لكم أنا ليه أصلا طالع أكلمكم في الموضوع ده. الأخت الأنوار القدسية بتقول: فهمنا التأصيل، لكن بعض من قد ينقل له الكلام ويكون سطحيا وهامشيا عن العلم سيفهم تشجيع التدخين أو التقليل من سوء. لا، ده مش بينقل له الكلام، ده كان حاضر معانا، ده كان حاضر معانا. أخت بتقول: أنت ما اتكلمتش برأيك أصلا، أنت كنت بتقرأ كلام الفقهاء قديما وما جبتش سيرة النساء أصلا. أخونا أبو خالد بيقول: كان كلامك واضحا لا غبار عليه إلا من أعمى الله بصيرته. حلو جدا، ماشي، شكرا لكم جزيلا. ماشي يا جماعة. واحد بيقول لي: كلنا فهمنا قصدك. فالولد ده راسلني بالأمس يطلب مني أن يتواصل معي لأمر شخصي هام. القاعدة إن أي حد يقول لك أنا عاوزك في أمر مهم فهو تافه. وفي حقي أنا نزيد احتمالا آخر أنه يريد أن يستدرجك. أبو داود المكي بيقول لي: كلامك في التدخين مشهور معروف من سنوات، وموقفك واضح منه، والمحور الرئيسي الذي من أجله ذكرت موضوع التدخين أيضا واضح، ولن تعدم من يسيء فهم الكلام لعطن أو لخصومة والوقوف معه مضيعة للوقت. لا يا أبا داود، ده مش مضيعة للوقت، وأنت هتسمع دلوقتي ليه مش مضيعة للوقت. واحد بيقول لي: ربنا أمر بالستر، برضه هتسمع إجابة سؤالك. أي حد جاي دلوقتي يقول لي ده تضييع وقت، ممكن يوفر وقته هو ويذهب. أنا الآن زي ما قلت لكم أمس أكتب تاريخا وأكررها، واتقالت لي، واحد بعت لي امبارح وقال لي كده: أنا أسجل لكل من يريد أن يعرف حقيقة هؤلاء أن يسمعها بنفسه، لأن الحكايات ما بتخلص. أنا مش أول مرة تشتم، يعني أنا كمية الشتائم التي تأتيني، وأنا قلت لكم الكلام ده مرارا، وأنا ما برضاش أرفع، يعني لو أنني أريد أن أتتبع هذا مش هنخلص. مئات الشتائم والقذف بالزنا الصريح واللواط لي ولوالدي ولوالدتي ولأهلي، وكلهم ملتحين ومنتقبات، وتدخل بروفايل يعني حساباتهم تلاقي صور الشيوخ ومواعظ وآيات قرآنية وأحاديث و كلهم بلا استثناء، والصفحة موجودة. شوفوا تعليقات منشور الشيخ يعقوب، ده غير اللي أنا مسحته. فالقصة يا جماعة مش مسألة شخصية، أو أنا مثلا أول مرة واحد يشتمني فأنا بقى طالع أقول لكم أنا بقى لي 4 سنين بتشتم ليل ونهار. لكن إيه اللي خلاني أسمعكم الكلام ده النهاردة؟ عشان أمس إحنا لسه الموضوع جديد. لسه ما خلصناش، لسه الكلام لم يمحى من الأذهان. فالولد ده بعت لي على الأسك قال لي: أنا عاوزك في موضوع مهم جدا شخصي. فأنا قلت له: اتفضل أظهر لي معرفك، حسابك، وأنا أرد عليك في الأسك. يعني الأسك أنت ممكن ترد على السائل من لحسابي ومحدش يشوف الإجابة، يمكن فعلا يكون حاجة مهمة، مع إن أنا عارف من خلال التجارب الكثيرة إن الموضوع تافه. فقال لي: أنا مش فاهم قصدك يا شيخ، يعني إيه أظهر معرفك؟ أنا والله عاوزك في حاجة مهمة. فقلت له: يا أخي، يعني أظهر اسم حسابك وأنا هرد عليك من خلالي، عشان الناس ما تشوفش الإجابات. افرض فعلا موضوع شخصي، ما مش هفضحك، شوف أنت عاوز إيه. فقال لي: والله يا شيخ أمر مهم. قلت له: بس المهم يكون أمر مهم، لأن أنا عارف. قلت له: بس المهم يكون أمر مهم، مش أي حاجة وخلاص. فقال لي: والله يا شيخ ده أمر مهم جدا، وأنا أعرفك شخصيا وأنت تعرفني. تمام كده؟ أنا ما اعرفوش، ما اعرفش مين اللي بيبعت لي. فقلت له: طيب أنا سأرسل لك. حطيت له رابط حسابي على الفيسبوك، قلت له: راسلني على الفيسبوك، مع ان انا ما بردش على رسائل خاصه. شوفوا بقى التنازل مني اهو، بدايه التنازل، عشان ربنا يظهر لكم حقيقه هؤلاء. اظهر يا حارث بن هشام هذه الرسائل اللي على الاسك. تابعوا معانا كده الكلام. الدرس ده مهم جدا يا جماعه، لانه تطبيق عملي هوريكم حقيقه هؤلاء. انا لا متنرفز ولا زعلان ولا مفاجئ، بس انا ساسمعكم باذانكم واريكم باعينكم لتحذروا. انا قلت لكم من يومين او من 3 ايام ان الولد من دول بيدخل لك
بيقول لي لا يمكن رفع الصور في البث المباشر، الصور تظهر مباشرة في اليوتيوب. طيب انا بس ما احنا عاوزين بصراحة عاوزين نشوف حل في الموضوع ده، لازم الناس تشوف الرسائل. بصوا بعد انتهاء البث هتلاقوا الصور مرفوعة بالدقائق، يعني الساعة كام جت الرسالة دي والساعة كام جت الرسالة دي، وانتوا هتسمعوا دلوقتي الكلام. والموضوع ما عداش عليه 24 ساعة على كل حال يعني. ماشي بعد البث تبقوا شوفوها وهي تظهر على اليوتيوب. والحارث بن هشام ما بيقصر يعني، ما بيقصر، الله يكرمه ويجزيه خير. اللي حصل يا جماعة ان الاخ ده بعت لي، دخل لي على الفيسبوك، وهنبدأ نسمعكم دلوقتي الكلام. قبل ما اسمعكم الكلام انا بقول ان الكلام اللي انا بظهره دلوقتي ده ليس لامر شخصي. يعني الامر الشخصي انا ممكن اظهر لك من هنا لشهر قادم رسائل شتم وانتوا اللي بيخش صفحات الناس عارف كويس انا بتشتم ازاي. يعني ليل ونهار بتشتم، في ناس قاعده ما وراهاش غيري، يعني لو عطست يعملوا منشور عني ليل ونهار، ولا ارد عليهم اصلا ولا اراهم ولا قيمه لهم. لكن انا بوريك وبوري المشايخ الطيبين السذج اللي بيضحك عليهم العيال دي. انا قلت لك من ايام ان الولد منهم بيجي لك يديك ضحكه صفرة، يعطيك مش انا قلت لكم كده ضحكه صفرة وينصحك. الضحكه الصفرة دي مش عشان اللين ولا الرفق، ده بيمثل عليك اللين والرفق. فبمجرد انك لا تستجيب له يديك الوش التاني فورا وانت واقف معاه. مش احنا قلنا الكلام ده من يومين يا جماعه؟ هوريك دلوقتي النموذج العملي. اسمعوا حقيقه هؤلاء. الولد ده اخونا اشرف بيقول فعلا الله يسعدنا الكريم انت تسجل تاريخا وتقوم بعمل صالح وثائقي، وقد استمعت لرد من تصدر في الرد على سلسله محاضراتك لماذا تركت السلفيه اين الثرى من الثريا. اسمعوا يا جماعه الكلام المهم جدا ده. الولد ده هو اللي اسمه محمد منصور العدل. في تعليقات امس خشوا على فيديو امبارح وشوفوا دخل قال لي ايه. ودخل قال لي في الفيديو ان انا مش عارف، اظن يعني انا مش فاكر التعليقات لان ما ركزتش معاه قوي، لكن يعني انت على راسي او تاج راسي حاجه زي كده. بالمناسبه الاخ اللي انا امبارح وعدته ان ابلكه عفوت عنه، الاخ اللي اسمه ربيع حافظ عفوت عنه، مع ان انا امبارح كنت مصر ان ابلكه، لكنه كتب قول الله تعالى ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فانا ما اقدرش اتجاوز هذه الايه الكريمه، وهذا والله هو السبب الوحيد الذي جعلني لا أبلغ هذا الرجل، ولعله سمعني دلوقتي، أن نقف عند كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا أنا أصلا يعني كنت يعني يقينا كنت سأبلغه. أبو يحيى بيقول الذين يقولون نظرة المجتمع السلفي بتاع الإخوة المدخن والحريق ليست نظرة ازدراء والتهم بالفسق تصريحا أو تلميحا فهو كاذب أو لا يعرفهم ولم يخالطهم. كلامك مهم جدا يا مولانا، فكم فرقوا بين الناس. امبارح عبد الهادي أخ من حبايبنا معلق، أنا ما شفتش التعليق ده امبارح، بيقول لك واحد اتقدم لواحدة بيحبها جدا رفض لأنه مدخن وإلى الآن لم يتزوج، مع أنه فعلا كان ترك كثيرا من المعاصي ليتزوج هذه البنت. كلام واضح يا جماعة. اسمعوا قبل ما أدخلكم في حكاية الولد ده سأحكي لكم قصة كتبها ابن حميد في السحب الوابلة عشان تعرفوا الموضوع تاريخيا جاي منين. اسمعوا معايا وابقى ارفعها لهم يا حارث بن هشام. يقول اسمعوا كيف يتعامل هؤلاء مع العلماء وكيف يغدرون بالناس. اسمع القصة دي. قبل ما اسمعك الولد ده قال لي ايه. يقول ابن حميد في ترجمته في السحب الوابلة عن أحد من ترجم لهم: ولد في العيينة. على فكرة كتير من العيال اللي بيشتموني دول كانوا بيحضروا لي دروس، وكان الواحد فيهم يقبل يدي حقيقة مش مجازا، وكان غاية أمله أن أصافحه حقيقة مش مجازا، ودي بتزعلهم بس دي الحقيقة. وبعضهم كل مشكلته معايا ان انا ما بردش عليه في الرسائل الشخصية. وهو الولد ده اصلا امبارح كده، لان هو لما بعت لي انا ما ردتش عليه، يعني ظل يرسل لم ارد عليه خالص. سمعت كل رسائله ففهمت عقله فما ردتش. والله العظيم ما رديت بكلمه، لا خير ولا شر.
سمعت رسائل كلها وضيعت دقائق من وقتي لأسمع رسائله، يمكن فعلا تكون حاجة مهمة، ومع ذلك لم أعقب بكلمة. فبعد كام ساعة اتجنن، إزاي ما تردش علي؟ هتشوفوا دلوقتي قال لي إيه. المهم ابن حميد يقول: ولد في العيينة أو الدرعية قبل سنة 1190 وقرأ ففاق. الحارث بن هشام هيرفعها على اليوتيوب دلوقتي. ولم تدخل في قلبه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أنه جده لأمه. الراجل ده حفيد محمد بن عبد الوهاب، لم تدخل في قلبه دعوة محمد بن عبد الوهاب. وزاده نفورا عنهم أن والدته تزوجت بعد وفاة أبيه بالشيخ الفاضل عبد الله بن غريب. اسمع المصيبة اللي حصلت مع عبد الله بن غريب ده. عبد الله بن غريب كان مصانعا لهم في الظاهر. عبد الله بن غريب ده كلام ابن حميد في السحب الوابلة، أنا ما بألفش. كان مصانعا للوهابية في الظاهر، يعني يظهر أنه موافق لهم، مخالفا لهم في الباطن. يبقى في الباطن مخالفهم وفي الظاهر موافقهم. ورد على مخالفيهم وأجاب عن عدة أسئلة في عدة فنون أرسلت إليه من بغداد بعد أن عجزوا عنها. الراجل ده رد على مخالفي الوهابية، يعني زي ما بعض الناس دلوقتي بترد عليهم عارفين ان انا صح. والله العظيم واحد ارسل لي رسالة قريبا وانا حكيت لكم عنها، بيقول لي: يا شيخ انا رديت عليك وانا ممن اكثر من الرد عليك صوتيا ومكتوبا، وما كنتش اعرف كلامك كله، انا كنت بسمع مقاطع، وانا الان تائب وعاوزك تسامحني. قلت له: يا اخي اظهر للناس هذا الكلام. قال لي: ما اقدرش، الناس اللي حواليا والمكانة والجاه وكذا، وعشان يغير، يعني هو شايف ان ده سبيل للإصلاح، يعني ما علينا. أخونا بيقول: أنا سمعتك في مسجد سيد المسلمين من أكثر من 10 سنوات بتقول إن المذهب في حكم التدخين هو الكراهة وليس التحريم. من 10 سنين. ها، اسمعوا بس اسمعوا. فعبد الله بن غريب ده كان موافقا للوهابية في الظاهر، مخالفا لهم في الباطن، ولأنه مظهر الموافقة لهم كان يرد على مخالفيهم، وكان عندهم مقبولا معظما. كان عبد الله بن غريب معظم عند مين؟ ركزوا معانا. كان معظما عند من؟ ها، تفاعلوا معايا كده. عالم فاضل زي ما كانوا بيعملوا معايا كده. الشيخ الفاضل الشيخ احمد القيعمي يدخل على صفحتي يقول لي: انت من نعم الله على الحنابلة في هذا الزمان الى اخره. معظم له في الظاهر، يعني يثنون عليه امام الناس ويعظمونه امام الناس. ايوه، معظم للوهابية. ماشي. ثم ان شخصا غريبا من الاعاجم مقيما في الدرعية استحسن مقيما في الدرعية استحسانا لدعوتهم تملق للشيخ عبد الله المذكور. راح عمل نفسه صديق للشيخ عبد الله ابن غريب ده، استحلفه وسأله عن حقيقة حالهم وأجابه بالاستحسان وأنها الحق. الراجل ده راح للشيخ عبد الله ابن غريب وقال له: أستحلفك بالله أخبرني عن حقيقة هؤلاء الوهابية. طبعا ابن عبد الوهاب جده، جد الراجل ده اللي هو عبد الله بن غريب تزوج أمه. فبيقول له: أستحلفك بالله تقول لي حقيقة هؤلاء. فالشيخ خايف، هو عارفهم، فأجابه، قال: وأجابه بالاستحسان وأنها الحق. الشيخ قال له: الدعوة دي الحق والتوحيد وكذا وكذا وكذا. فقال: أنا في ذمتك ترشدني ويسألك الله عن ذلك إن كتمت عني الحق. اسمع، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. الصورة ظاهرة في اليوتيوب، الحارث بن هشام بيقول لكم: سجل يا تاريخ. قال له: أستحلفك بالله أجبني عن حقيقة دعوة محمد بن عبد الوهاب. قال له: هي الحق وهي التوحيد وكذا وكذا وكذا. فقال له: أنا في ذمتك لا تكتم عني الحق، ربنا هيسألك يوم القيامة. شغل بقى إيه الأوباش لما يحبوا بيعملوا معانا الحاجات دي، بس على مين يا حبيبي؟ أنا كنت معاكم وعارفه كويس. على مين؟ طبعا لا شك أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنا قلت لكم مرارا أنا لست متمسكا بهذه الدنيا أصلا، يعني أنا أحب أن أموت عشان تبقوا عارفين كويس جدا، لكن الله عز وجل في ظني سيبقيني شجا في حلوقكم، في ظني والله أعلم، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فأنا مش خايف من حاجة عشان تبقوا عارفين، بس وأنا على الهواء مباشرة. فقال له: أنا في ذمتك ترشدني ويسألك الله عن ذلك إن كتمت عني الحق. فظنه صادقا. الشيخ عبد الله بن غريب اتخدع بالكلمتين الحلوين دول،
يا شيخ والله ونحن نريد الحق ونريد والله يسألك وكتمان العلم، ودمعتين بقى من دموع الوهابية الكذبة الفجرة. فقال له إيه؟ قال له فظنه صادقا وباح له بما كان يكتم في نفسه من تخطئتهم. أنا بقرأ بالحرف. ومجاوزتهم الحد في التكفير والقتل والنهب، فوشى به إليهم. الراجل الكذاب ده راح بلغ مشايخه وقال لهم خدوا بالكم، حقيقة هؤلاء، حقيقة هذا الرجل كذا وكذا وكذا. فمسكوه وعرفوا أنه إذا كان كذلك ينقض عليهم أكثر من غيره. ليه؟ لحذقه وفهمه. اللي بيحصل معايا بفضل الله. أنت تفتكر ليه العيال دي ما وراهمش غيري؟ بقى لنا 4 سنين في الموضوع ده. الواد لهبل اللي دخل امبارح على التعليقات يقول لك أنا عندي 500 حساب، لو بلغتني أعمل حساب جديد. ليه؟ تفتكر ليه؟ ليه محمد عبد الواحد ليل ونهار بيتشتم؟ أنا لا شغال مع جهة حكومية ولا في مصر ولا في منصب ولا أملك شيئا من الدنيا. ايه حكايه محمد عبد الواحد؟ هو مفيش في الدنيا غير محمد عبد الواحد؟ يعني مفيش حد بيرد عليك غيره؟ مفيش على حق؟ افترض يا اخي ان انا مبتدع وان انا خطر على الاسلام والمسلمين، مفيش اخطر مني على الاسلام والمسلمين؟ ده انا واحد مش تيار. يعني انا شايف ان التيار السلفي خطر فبرد على التيار، لكن انا واحد. ايه يعني قصه محمد عبد الواحد مفيش في الدنيا وراكوا غيره ده؟ قال لك زي عبد الله بن غريب كده، وعرفوا أنه إذا كان ينقض عليهم أكثر من غيره، عرفوا أنه إذا كان كذلك ينقض عليهم أكثر من غيره لحذقه وفهمه وقوة تصرفه في الرد مع اطلاعه على خباياهم. يعني الراجل ده عارفهم كويس زي حالاتي كده، كان معاهم وعارفهم ولافف معاهم وعارف دواخلهم ومخارجهم وعارف حقائقهم. أبسط حاجة يكذبني يقول عليا كذاب عادي. اسمع يا جماعة، صفحتي شاهدة، خشوا منشوراتي القديمة، شوفوا تعليقاتهم على منشوراتي، شوفوا إعجاباتهم، شوفوا الشير، شوفوا التزكية. أنا مش بحكي لكم حاجات خاصة، أنا بحكي لكم حاجات في الصفحة من سنة 2013 وأنت جاي لحد 2017. انظر إلى تعليقاتهم لو أنت عاوز تعرف الحقائق يعني. ماشي. أنا مش شايف التعليقات، اللي يحتاج لي بلوك أنا مش شايف، لأن أنا مركز هنا ومش كل التعليقات بتظهر عندي. بس خليهم على أن أنا دلوقتي بجلدهم. أنا مش هبلكم دلوقتي، هم الآن يجلدون بالسياط على ظهورهم. ويمكن الولد اللي هسمعكم رساله ده يكون موجود هنا بحساب تاني. فهم عرفوا ان الراجل ده سيتصرف اقوى من غيره في الرد عليهم ويفضحهم لانه عارفهم. فعملوا ايه بقى؟ فقتلوه. فقتلوا عبد الله بن غريب لان ده هيرد علينا ويفضحنا. فقتلوه. فنفر ربيبه المذكور عنهم نفرة عظيمة. يبقى الشيخ ده اللي هو حفيد حاضر يا أمي حاضر، بس لازم الدرس ده يحصل، لازم ويسجل للناس ويبقى تاريخا إلى ما شاء الله عز وجل. أنا صدري سليم على فكرة، لا متضايق ولا زعلان ولا متنرفز خالص. الموضوع يا جماعة يا أمي ويا كل المستمعين أنا مش متنرفز أصلا. أنا طالع بسمعكم حقيقة هؤلاء، لأن اللي أنا سمعته ده سمعت أضعاف أضعاف، مفيش حاجة جديدة أصلا. فقتلوا هذا الرجل. ماشي. فحفيد بن عبد الوهاب قال فنفر ربيبه المذكور عنهم نفرة عظيمة ولكن لم يمكنه إلا المصانعة خوفا من القتل. فهو كمان نفر، زوج أمه قتل فنفر عنهم، لكن ما قدرش يظهر الرد عليهم. برضه مصانعة، خايف على نفسه وكمان يقتل. واستسلم لتيار الأقدار. واستسلم لتيار الأقدار وأرسله سعود سفيرا إلى إمام صنعاء فكفى ما أرسل فيه. يعني ليه مكانة كبيرة لدرجة أنه أرسل سفيرا لهم. وسمعت مشايخ صنعاء يثنون عليه بالفضل والفهم والعقل والذكاء التام وحسن المحاضرة. ثم أرسله عبد الله بن سعود إلى والي مصر محمد علي باشا في الصلح فلم يتم. شوفوا مكانته عندهم إيه؟ سفير، عمالين يبعتوه لصنعاء لمصر لتشدده عليهم بسبب تأكيد السلطان محمود عليه في قتالهم ولمقاصد له باطنة دنيوية. وذكر مؤرخ مصر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن مفتي الديار المصرية الشيخ حسن الجبرتي في تاريخه الكبير أنه اجتمع به في هذه الرسالة وأنه بحث معه. فوجده راحت فين
وأنه بحث معه فوجده ثواني عشان أجيب بقية الكلام. يا الله، لحظة لحظة. كان رفعها قبل كده الشيخ محمد رشيد، بعتها له ورفعها على صفحته على كل حال يعني، لكن سآتيكم ببقية النقل. أين بقية النقل؟ أيوة، صورونا يا جماعة بقية الكلام من السحب الوابلة، من السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. المهم وقتلوه وهو ساجد يعني، بس عاوزكم تصوروا بقية الكلام لأن للأسف مش ظاهرة معايا دلوقتي، لكن سآتيكم إن شاء الله بها. لا بأس، سآتيكم بها الآن إن شاء الله. أيوة، أخ جابها له يشكر، جزاك الله خير يا أخي. وذكر مؤرخ مصر نقل عن جبرتي أنه اجتمع به في هذه الرسالة، وأنه بحث معه فوجده فاضلا نبيلا، ورأى منه ما أعجبه سمتا وخلقا وأدبا وحسن إفادة واستفادة، وأنه نقلت إليه مخاطبته مع الباشا فأعجبته جدا. وكذا ذكر لي عمي عثمان وخالي عبد العزيز بن عبد الله بن تركي، وكان من طلبة العلم ومجالسيه كثيرا، فإنه بعد أن زالت دولة سعود سنة 1231 ارتحل إلى عنيزة فولي قضاءها، فسمعت من أهلها وصفه بكل جميل. رجل فاضل، كل الناس بتوصفه بالاجتهاد في العبادة والمداومة على تلاوة القرآن في كل حال، حتى في حضور الخصمين يقصون دعواهم وهو يتلو القرآن، عابد. وكان فيصلا في الأحكام ويميل إلى ما يرجحه الدليل، يعني مش بتاع تعصب مذهبي يعني، مما خالف المذهب ولا يبالي بأحد، يعني حتى مش متمذهب متعصب يعني زي ما بيقولوا. ثم تحول إلى سوق الشيوخ فولاه شيخ المنتفق قضاءها إلى أن توفي فيها بعد 40 رحمه الله تعالى. هو ذكر في قصة ابن غريب هذا أنه قتلوه وهو ساجد. لحظة، طيب راجعوا السحب الوابلة تجدون بقية الكلام، والأخ نقل لكم بقية الكلام. فالأخ ده دخل لي امبارح على التعليقات زي ما انتم شايفين كده، وأنا في وسط الدرس لقيته بيتصل بيا، أنا ما اعرفوش غير إن هو بعت لي الرسالة دي على الأسك امبارح، عمال يتصل بيا، يرن عليا وأنا في الدرس على الماسنجر، ما ردتش طبعا. فاسمعوا بقى الرسائل، بسم الله. وصور الرسائل وتوقيتها هيظهر لكم على اليوتيوب. قولوا لي بس الصوت مسموع عندكم ولا لا، لاني هسمعكم الان رسائل هذا الرجل. اول حاجه دخل قال لي السلام عليكم الشيخ الفاضل، وقعد يثني علي وعلى علمي وعلى اخلاقي وعلى تربيتي وكذا وكذا وكذا، ويذكرني بامور مضت. انا يعني هو اللي فاكرني، انا مش فاكره بصراحه،
يذكرني بأمور يعني تدل على عقلي وان هو عارفني وعارف ان انا من بيت علم وبيت فضل والى اخره. ده امبارح بالليل الساعه 12 بالليل، سمعت رسالة دي الساعه 12 بالليل، واستحلفني بالله ان اسمع كل رسائله. ماشي، ما هو الراجل عاوزني في حاجه مهمه انا ما اعرفش ايه اللي عاوزه. فاذا به يناقشني في التدخين. بص بقى الامر الشخصي المهم، شوف الكاذب، يناقشني في التدخين. قال لي والله ده مفاجأة، وانا داخل عشان اناقشك في التدخين فوجئت ان انت بتتكلم في الموضوع ده، ودخلت لقيتك فعلا بتتكلم فيما كنت اريد ان اناقشك فيه. وانا عاوز اخبرك يا شيخ محمد ان انا ليا صديق شخصي مات بسرطان بسبب التدخين. ده خلاصة رسائله، وان انا اعيد النظر في الموضوع وكذا وكذا وكذا. طيب هل بالله عليكم بعد كل اللي قلته ساعتين امبارح ده عندي استعداد بقى الساعه 12 بالليل اطلع اقعد ارد على الراجل اقول له والله اصل انا رايي كذا طب ما انا قايل وانت كنت حاضر معانا وسمعني اصلا ان انا لا انفي الضرر ولا انفي ان في ناس بتموت، انا بتكلم على الحكم العام ومهما يكن من شيء فالمساله خلافيه. يعني في الاخر انا غلطان، انا غلطان يا اخي. فايه معنى ان انت تقعد ترسل رسائل 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 رسائل؟ موضوع بسيط، وانا ما اعرفكش ولا انت تعرفني ولا انا متقاطع معاك في شيء. يكفيك كلمة واحدة ونصيحة لو كان أصلا حق لك أن تنصح، ولا إنكار في مسائل الخلاف، وكلمتين وانتهى الموضوع. ما فيش داعي للرغي بتاع النسوان ده، ده اسمه رغي نسوان. قعد يبعت، أنا ما ردتش عليه خالص خالص، سمعت رسائله كلها ونمت. راح طالع لي الصبح بعد الفجر، والله العظيم يا جماعة بعد صلاة الفجر، رسائل رسائل رسائل. يعني كان عدى بس كام ساعة مجرد ما نمت، صحي من النوم يتسلى عليا، رسائل 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 رسائل. انا شايف رسائل عماله تجيلي، ما بفتحش اصلا، ما فتحتش رسائله اصلا. ثم قعد يتصل بيا، يرن 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 يرن. لا اله الا الله. انت وقعت مع واحد اصلا ما بيردش على الناس، ولما بيعملوا معاه كده ما بيردش اكتر من باب اولى. يعني انا كده كده ما بردش، ولما الاقي واحد غلس كده لو اتنطط ما بردش عليه، لو الدنيا هتتقلب مش هرد عليه. فما ردتش عليه فعلا. لكن بعد المغرب النهارده بفتح اشوف ايه اللي حصل، ايه يعني البلاوي السوداء اللي من صلاه الفجر عمال يعملها دي. فسمعت رسائل وعينك ما تشوف الا النور. اسمع بقى اللي قاله لي. يعني يا اخي المساله في الاخر خلافيه، وانا ما جبتش حاجه من كلامي، وانت لو زعمت ان ليك سلف انا كمان ليا سلف. واقسمت لكم بالله امس ان انا الموضوع ملوش علاقه اصلا باي هوى، ووضحت لكم مرادي، وقرات لكم كلام الشيخ عبد الغني النابلسي ان المساله مش مساله ان انا مدخن او احب التدخين او الى اخره. فشوف بقى بدايه الرسائل قال لي ايه. يلا خليكم معانا، انا مش هعقب، انتوا عقبوا براحتكم. ويا كل من له تصدر في العلم اسمع هذا للتاريخ، اسمع هذا لك وللتاريخ، عشان لا تغتروا بهؤلاء الذين يظهرون لكم النعومة زي الثعابين والحيات. اسمعوا أخلاق هؤلاء. أدي أول رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور محمد؟ عساك طيب، يا رب تكون بخير. سمعتوا أول رسالة؟ شفت الإخبات والخشوع اللي في صوته؟ هو طبعا بيقول لي إن هو واحد بتاع في كلية القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور محمد؟ عساك بخير. الراجل إيه؟ الإخبات بتاعهم، إخبات بتاع السلفية اللي أنتوا عارفينه ده. سمعتوا؟ صوت ضعيف؟ حاضر هقوي لكم الصوت. هاتي هقوي لكم الصوت، لا بأس. صوت واضح؟ ناس بيقولوا واضح وناس بيقولوا ضعيف. لا ده انتوا ركزوا معانا بقى عشان انا بسمعكم من التليفون. هبعت لكم رسالة رسالة وتسمعوها، لا بأس. المايك يا مولانا في السماعة، قرب صوت الميكروفون، التليفون لم نسمع. طيب بصوا يا جماعة، بلاش، اسمعوا دلوقتي وركزوا معايا. ها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور محمد؟ عساك طيب. ها سمعتوا كيف حالك؟ يا دكتور محمد عساك طيب، يا رب تكون بخير.
سامعين الخشوع؟ اخ ضعيف بسبب الخشوع. ايوه الراجل كان خاشع في الاول. كيف حالك يا دكتور محمد؟ عساك بخير. هو مصري بس عايش في دور السعودي بقى. عساك بخير، عساك طيب، مش عارف ايه شغل اللي هو ايه القلاضيش ده، اللي هو بيروح الخليج يلبس زيهم ويعوج لسانه. وامي الله يرحمها ويحفظها ويكرمها دايما تقول لي ما ينوبنا من غربتنا الا عوجة ضبتنا. فهو عايش في الدور بقى. فقلت له الحمد لله بخير، تفضل قل ما شئت. دي اول دخله. قلت له تفضل قل ما شئت، انت بتقولي عاوزك في حاجه مهمه، تفضل قل ما شئت. فقال لي ايه بقى؟ السلام عليكم يا دكتور. والله يا دكتور بس الان في احد معايا، بس احنا لسه مخلصين صلاه العشاء الان في مكه. بس هخلص معاه ويعني واكلم حضرتك. الله يجزاك في الخير. شكرا، انا اسف جدا على اضاعه وقتك يا دكتور محمد. شكرا لحضرتك. سمعت الرساله الثانيه؟ انا لسه مخلص صلاه العشاء في مكه، وانا اسف جدا لحضرتك يا دكتور محمد. شايفين الادب؟ شايفين الاخلاق؟ ده امبارح الساعه 12 بالليل. اسمعوا بقى الفجر قال لي ايه. الحمد لله انكم سامعين. ماشي، برضه ما ردتش عليه. انا عاوز اشوف عاوز ايه اصلا، وعموما ما ردتش عليه خالص يعني. ماشي. فطلعت معاكم الدرس، فقعد يتصل. فلما دخل لي قلت لكم في واحد واكل دماغي وداخل يقول لي هنا انت مدخن. فزعلته قوي كلمه واكل دماغي دي. طب اذا كان ده ما اسموش اكلان دماغ، ايه اللي اسمه اكلان دماغ؟ بعت لي على الاسك عاوزك في حاجه شخصيه، كذا رساله، وبعت لي هنا وبيتصل بيا وانا في البث المباشر، انا معاكم على اللايف وهو بيتصل بيا. ده ما اسموش اكلان دماغ؟ بص بقى ان هو اتصدم. وانا تربيتي انا محمد عبد الواحد واخلاقي هو يعرفها جيدا، وانها اعظم من ذلك. يعني ازاي تقول لي واكل دماغي؟ اسمعوا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أول حاجة أنا ما أكلتش دماغك يا شيخ محمد، الله يبارك لك. أنا يعني مش مسألة اللي أنا أكلت دماغك. أنا أولا مش واخد على حضرتك على يعني اللي أنا أعرفه عنك بفضل الله دسامة الخلق العالي والخلق الرفيع. يعرف عني دسامة الخلق. يعني دسامة ما التقيت بك إلا مرتين، والمرتين كنت ما شاء الله تبارك الله رجل نحسبك على خير ونزكي على الله أحدا. تمام. ومش اي حد يا شيخ محمد او يا دكتور محمد، او يعني كما تحب ان اناديك، تحب ان اناديك، يبقى قاصد ان هو يتكلم مع حضرتك يبقى بيهاجمك. لا والله ابدا يا شيخ محمد، عمري ما قصدت ان انا اهاجم اي احد، وعمري ما قصدت ابدا ان انا والعياذ بالله نخش في جدال او مراء عقيم لا يصلح يعني ابدا يا شيخ محمد اطلاقا والله. سمعتوا يا اخوانا؟ حي الله ابو قيس يا شيخ محمد رشيد، خليك معانا الله يكرمك، وما تمشيش عشان تتعلم درسا عمليا وانت عندك دروس كتيره. سامعين يا جماعه؟ الاخ بيقول لي انا ما قابلتكش غير مرتين في حياتي واعرف عنك دسامه الخلق، دماثه الخلق يعني. معلش السلف ما بيحب يعمل نفسه شيخ. اعرف عنك دسامه الخلق، وان انت خلقك رفيع. ويا شيخ محمد يا دكتور محمد اي حاجه عاوزني اقول لك عليها، وما تفتكرش ان انا بجادلك والعياذ بالله. ومش اي حد يكلمك يا شيخ محمد تفتكر ان هو عاوز يجادلك بالباطل. سامعين؟ انا ساشهدكم بعد شويه هيقول لي ايه. خلصنا اول رساله. ماشي يا سيدي. طبعا ما بردش. الرساله الثانيه. مساله الشيخ محمد اللي انا اكلت دماغك اعوذ بالله. انا ما زعلان من موضوع اكلت دماغك. ان انت اصلا يعني ايه تقول كلام مثل هذا. ده اول شيء يعني. ثاني شيء حضرتك بالنسبة لمسألة الدخان يا شيخ محمد، أنا ما سبحان الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنا كان هدفي كلامي، الهدف اللي أنا أكلمك اليوم أو أتصل عليك كان لهذا الشيء. اللهم لك الحمد. إن أحد الناس تكلم وقال لي إن الشيخ محمد عبد الواحد الله يجزاه بالخير، طبعا إذا كان هو الشخص ناقد يعني وليس رجل مؤيد لحضرتك، قال هذا الشيء. فأنا حبيت أتبين منك، فإلا وأنا أدخل ألاقي حضرتك عامل الحلقة على هذا الشيء يا دكتور محمد. تمام. فاللهم لك الحمد إن أنا سمعت الأمر من حضرتك يا شيخ محمد. شايفين الكرامات يا جماعة؟ الراجل ده عنده كرامات. من كرامته إن هو كان عاوز يكلمني في حاجة شخصية على الأسك، والحاجة الشخصية دي هو طبعا كذاب لأنها مش حاجة شخصية، طلع بزعمه. أنا هفترض إن هو صادق. فهو داخل يكلمني على موضوع التدخين،
الا هو بيقول لي كده، الا لقيتك بتتكلم في موضوع التدخين، عايش في دور اللي بيتكلم خليجي يعني. الله يجزاك، الله يجزاك بالخير. ماشي يا سيدي، اسمع بقى. هيروح طالع لي بملاحظه تافهه رديت عليها امبارح بالتفصيل، ان هو صاحبه مات. طب ما انا قلت ان في ناس بتموت، انا ما عنديش مشكله خالص، وقلت لك مضر وقلت لك مكروه. يعني في الاخر واحد ما بيفهمش، فارد عليه ليه؟ ما الدرس موجود. اسمع اسمع. مسألة يا شيخ محمد أو دكتورنا الغالي أو أخانا العزيز، أي شيء دكتورنا واخانا أنا أنادي بحضرتك بيه. مسألة إن أنت حضرتك الآن بتتكلم على الوجه العام إنها مكروهة أو حلال أو أي حكمك أو اللي أنت استدلت بيه أو كده. أنا يعني أنت رجل من أهل الشريعة ومن أهل العلم، ولن ينكر أحد أبدا على حضرتك هذا الأمر. بالله عليكم ركزوا في الحته يعني دي، ده شيء. ركزوا في الحته دي جدا جدا جدا. انت رجل من اهل الشريعه ومن اهل العلم، ولن ينكر احد ابدا على حضرتك هذا الامر. بالله عليكم ركزوا في الحته دي، عشان بعد كام ساعه هتشوفوا هيقول لي ايه، وعشان تعرفوا ما الذي قاله الاوباش النابته قبل كده عليا. اهو عمليا الراجل بالليل الساعه 12 بالليل بيقول لي انت من اهل العلم واهل الشريعه، ولن ينكر احد ابدا على حضرتك هذا الامر. تعالوا بقى هسمعها لكم تاني. يعني سامحني، ما حد يقدر يعني انت معروف ان الشيخ محمد عبد الواحد، معروف ان الشيخ محمد عبد الواحد، انا شخصيا اعرفك معرفه طيبه ناوليني منديل يا بنتي. واعرف انك من اهل العلم، واعرف انك والعياذ بالله يعني عياذا بالله اللي انت لا تريد عياذا بالله مثلا شو او لا تحتاج الى شو اعلامي ولا الكلام الفاضي ده كله. ده امر ما حد يقدر يزايد عليك فيه، ده انا متاكد منه. سمعتوا يا جماعه؟ قولوا لي انتوا سمعتوا ايه عشان ما اعلقش انا، بس قولوا لي انتوا سامعين ولا لا. سامعين؟ انت ما حدش يقدر يزايد عليك، كل الناس عارفاك، انت لا تحتاج الى شو اعلامي، انا اعرفك جيدا واعرف خلقك. خلاص، ما حد يقدر يزايد عليك يا شيخ محمد. يا حبيبي انا عايش في الخليج زيك، كلمني زي مصريين زي بعض. ماشي، خلصنا الحته دي، يلا. مسألة يا شيخ محمد أو دكتورنا الغالي أو وعاوزك تاخد بالك من شيخ محمد دي. شيخ محمد دي حته خليجي، المصريين بيقولوا شيخ محمد مش شيخ محمد، عشان تعرفوا بس ان مبروم على مبروم ما بيلفش. اللي بعده. يا شيخ محمد، أنا بس هقول لحضرتك قصة صغيرة حابب إن حضرتك تتفكر فيها، ولا أنا أقصد لا أبدا عياذا بالله، ما أقصد أنا هجمة ولا أقصد إن أنا عياذا بالله أجاد لك ولا أي شيء من هذا القبيل. شيخ محمد، إيش قولك إني أحد أصدقائي أنا، ايش قولك؟ فترة البسيطة رحمة الله عليه لسه ميت، تمام، وكان بيعالجه بالمناسبة طبيب هولندي. طبيب هولندي، ها. مسألة يا شيخ محمد لا معلش. لكن يا شيخ محمد أنا بس هقول لحضرتك قصة صغيرة حابب إن حضرتك تتفكر فيها، ولا أنا أقصد لا أبدا عياذا بالله، ما أقصد أنا هجمة ولا أقصد إن أنا عياذا بالله أجاد لك ولا أي شيء من هذا القبيل. شيخ محمد، إيش قولك إني أحد أصدقائي أنا، فترة البسيطة رحمة الله عليه لسه ميت، تمام، وكان بيعالجه بالمناسبة طبيب هولندي. كل مره التليفون يقفل عليه. كان بيعالجه بالمناسبه طبيب هولندي. معلش يا اخوان. مسألة يا شيخ محمد، معلش يا اخوان. لكن يا شيخ بص محمد كان بيعالجه طبيب هولندي عشان ما اقعدش اعيد في المقطع ده. كان بيعالجه طبيب هولندي. أنا بس هقول لحضرتك قصة صغيرة حابب إن حضرتك تتفكر فيها، ولا أنا أقصد لا أبدا عياذا بالله، ما أقصد أنا هجمة ولا أقصد إن أنا عياذا بالله أجاد لك ولا أي شيء من هذا القبيل. شيخ محمد، إيش قولك إني أحد أصدقائي أنا، فترة البسيطة رحمة الله عليه لسه ميت، تمام، وكان بيعالجه بالمناسبة طبيب هولندي، جابوه مخصوص في، لو حابب حضرتك تتأكد
مستشفى قوى الأمن في السعودي هنا في مكة المكرمة. الرجل جاله سرطان الرئة من التدخين. خلاص. الاخ ده العلامه ده شايف ان انا حبني حكم عام على ان اخ جاله سرطان ومات من التدخين، مع ان انا امبارح جاوبت على الموضوع ده. الاخ بيقول لي شوف الراجل بيتكلم وهو مرتبك غالبا، اما مدفوع له او مامور من كبار هيئه نابته. واحد تاني بيقول لي هو ليه صوته مرتعش؟ صوته مرتعش لما بيكلم واحد من اهل العلم والشريعه، والعياذ بالله ما يقدرش يجادلني. اسمع بس، اسمع. خلصنا دي، اللي بعده. أنا علمك فوق راسي يا شيخ محمد ودكتور محمد أخانا الفاضل، تحت أمرك في علمك، يعني ما أحد يتكلم على علمك، بس أنا بقول لحضرتك رأيك. أنت حضرتك قلت السكر ومش السكر والكلام ده كله كلام جميل، بس دلوقتي الأخ اللي هو الهولندي ده بالمناسبة إنه مسلم، يعني ليس كافرا أو ليس نصرانيا أو كده يا شيخ محمد. بالمناسبة هو في أبحاث مقدمها على خطأ أخطار التدخين بالجملة، إن أحد يتحمله أو ما يتحمله أو مسألة الاستطاعة. دكتور محمد حضرتك دكتور شريعة على عيننا وراسنا، ده الله يجزاك بالخير، إن شاء الله إن الله عز وجل يرفعك درجات بعلمك يا رب العالمين. سامعين يا جماعه؟ سامعين ان ربنا يرفعني درجات بعلمي واحنا تحت امرك وانت مش عارف ايه؟ سامعين؟ يلا اللي بعده. لكن يا دكتور محمد انا كلمك كاخ يا سيدي، اعتبرني اخ محب لحضرتك في الله، صديق كما تحب. حب في الله، ها، عشان ما تتخدعوش. ارجع للامر الطبي وعيد قياس المساله مره اخرى. وهل ال 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 انت حضرتك ذكرت بعض اقوال العلماء زي البهوتي، زي صاحب كتاب دليل الطالب، على عيننا وراسنا، دول كلامهم يا شيخ. هل الدخان في وقتهم زي الدخان في التوقيت اللي احنا فيه ده؟ انا بسأل مش بستنكر، يعني انا والعياذا بالله مش بجادلك والله، افهمني يا دكتور محمد. الله يكرمكم، اسمعوا الحته دي. انا والعياذ بالله مش بجادلك، انا بسأل، انا بستفهم. بص بعد شويه هيقول لي ايه الاخ، والعياذ بالله، عمال يقول لك والعياذ بالله. وطبعا خدت بالك من كلمه احبك في الله دي عشان ما تتخدعوش يا جماعه. الجماعه الكذبه الفجره دول يطلعوا يقول لك بحبك في الله وممكن يقتلك. ماشي. لكن يا دكتور محمد انا مسألة سعادتك انك تبلكني او تبلكني، انا والله ما ليا في الفيس، انا اساسا ما اقسم بالله انا حازف الفيس اساسا، تمام؟ ولكن والله ما فتحت الفيسبوك الا عشان حضرتك، وما كنت اصلا في اصل قبل كده، وما دخلت الا عشان خاطرك، عشان خاطر اللي انا اتبين منك الامر، لان انا ما احب حد يغلط في اي احد من طلبة العلم او المشايخ او العلماء. اما مسألة ان حضرتك يعني تعمل حظر او غير تعمل حظر، يعني ده بكيفك. يعني الرجل ما فتح الفيسبوك ولا فتح الاسك الا عشان يتبين مني، عشان لا يحب ان يخطئ احد فيا، يعني في طلبة العلم اللي انا منهم يعني. لكن يا دكتور محمد انا فالحاجة الثانية يا شيخ محمد، حضرتك قدوتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فمسألة يعني مسألة انك مثلا واحد معارض لي طالب علم على قده زي حالاتي كده، يعني لسه بيحبو، تمام؟ يا اخي خد بايدي يا اخوانا الله يكرمكم، مدرسة. انا دلوقتي بديكوا درس عملي، عشان لما زمان كنت بقول لكم التواضع الحقيقي في القلب مش في الاخبات الكاذب بتاعهم. انا راجل اعرف قدر نفسي، وقلت لكم من يومين انا اعرف انني جاهل بالنسبة للعلماء الحقيقيين، لكن بالنسبة لهؤلاء الاوباش النابتة لا، والكبر عليهم ليس كبرا. عشان بيتريقوا عليا لما قلت من اساطين المذهب وغيره، لانكم كلكم جهلة. انما دول زي ما انت سامع كده، لما يجي لك واحد بيحبو في طلب العلم زي حالاتي، ركزوا معايا، بيحبو في طلب العلم زي حالاتي ويستفيد منك، فيعني خليك رفيق بيه. بص بعد شويه هيقول لي ايه، ركزوا في بتاعت ان هو بيحبو في طلب العلم. بص بعد شويه هيقول لي ايه. يا اخي خد بايدي، ولا يعني مثلا ما تاخدوش عدو لحضرتك، انا ولا خد بايدي، ولا يعني مثلا ما تاخدوش عدو لحضرتك، انا بكلمك كبرضه كمحب لحضرتك والله،
تمام. طيب انا نفسي بس يبطلوا حلف بالله، محب لحضرتك والله، نفسي يبطلوا حلف بالله، لان دي يمين غموس، دي يمين غموس يا ولد. مسألة سعادتك انك تدلتني. فالحاجة التانية يا شيخ محمد، حضرتك قدوتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمسألة يعني مسألة انك مثلا واحد معارض لي، طالب علم على قده، زي حالاتي كده يعني لسه بيحبو، تمام. يا اخي خد بايدي، ولا يعني مثلا ما تاخدوش عدو لحضرتك. انا بكلمك كبرضه كمحب لحضرتك والله، تمام. طيب انا هفكرك بحاجه كان بس بيني وبين حضرتك انت تتذكرها كويس جدا يعني. يمكن ده من الحاجات اللي بفضل الله خلتني احترم حضرتك كشخص يعني. اول حاجه كان لما استدعوك في مسجد قباء، انا اولا مش من الوراق ولا من القاهره عشان اكون صادق معاك، انا من الشرقيه، ولكن انا بيفكرني بقى بموقف، احكي لي موقف دلوقتي دله على انني رجل عاقل. انا صاحب شركه مقاولات في مصر، او بالمعنى الاصح يعني انا كنت المدير العام يعني غصبا، لان انا ما بحبش شغل المقاولات بس عن الوالد يعني الله يحفظه يا رب العالمين. فكان ده الارتباط فقط لا غير. انا بحب اهل العلم، فاي مكان بنزل كنت بسال دايما على المشايخ اللي بتدوا دروس او كده، تمام. طيب لما قالوا ان في بنت نصرانيه اسلمت وخطفوها وكده، جابوك عشان خاطر اندفاعيه الشباب. بص الموقف ده، في التوقيت ده كانت غير محبذه ومشاكل وحصل وتوليع الكنيسه والكلام ده كله. فانت يعني يعني اعتقد ان انت حضرتك سحبت فتيل الازمه الى حد ما. فانا عرفت ان حضرتك رجل عاقل، يعني رجل ما شاء الله نحسبك على خير. بيشهد لي بالعلم وبالعقل و ماشي. فيا دكتور محمد، اتمنى ان يكون الفاظك يعني لوصف الاخوه المعارضين ليك حتى لو ان سبوك او كده، اتمنى يلقى من حضرتك شويه من اللطف، تمام. حتى ايه المشكله يعني؟ ايه يعني انت قلت يا سيدي ان هي حلال مثلا وهم سبوك، انت حضرتك الان هدفك ايه؟ انا اعتقد ان هدفك ديانه ودين وشرع. اخوانا الله يكرمكم، شوفوا الكذب. الاخ بيقول لي امبارح الساعه 12 بالليل انت هدفك ايه؟ انا اعتقد ان هدفك ديانه ودين وشرف. بصوا بعد شويه هيقول لي ايه. تريد ان تصل الى الله عز وجل بتبيين مساله معينه، اخطات اصبت، اي حد بيخطأ. انا دي والله نظرتي لهذا الامر يا دكتور محمد، تمام. كل ده بيكلمني الاخ مستغرب، كل ده والله امبارح بيرغي معايا وبعدين زعلان، انا بقول له كلت دماغي. بص بيقول لي انا اعتقد، والله بيقسم بالله هذا الكذاب بيقسم بالله انه يعتقد ان انا بتكلم ديانه. كده يا شيخ اخطأت واصبت، كلنا بنخطئ ونصيب. ماشي حلو جدا. اصل هو ده كان مستني ان انا ارد عليه عشان يطلع يروح يقول لي الاوباش اللي زيه ده انا ناظرت محمد عبد الواحد وافحمته. هو فاكر ان انا ساذج بقع بسهوله. اسمع. ولكن ما يا شيخ محمد، ما اريد ان احد يعني ينظر الى حضرتك نظرة ان انت بتتعالى عليهم ونابته ومش نابته. اعتقد ممكن يكون غير يكلم حضرتك في هذا الامر، يعني ليست اخلاقك ولا تربيتك ولا مستواك الادبي يسمح لك بذلك. بيديني درس في الاخلاق بس بالادب. في نهاية كلام يا دكتور محمد، أنا عاوز بس برضو تعرف إن أنا رجل مفجوع، على يعني قلبي مفطور ومفجوع على صديقي. فكون اللي أنا كلمتك مش قصدي اللي أنا أزعجك أو كده إطلاقا والله. بس وبالمناسبة أنا والله ما بفهم في التقنيات ولا في الأمور دي كلها، وما قصدت والله إلا أن أتبين منك وأن أتكلم معك. وانا يعني ذكرت برضو كان من ضمن المواقف ان كان حضرتك لما تقدمت هعمل لك بلوك يا نادر، هعمل لك بلوك عنك ما استفدت. محاضرة حضرها كان مع صديق اسمه، هعمل لك دلوقتي بلوك وعنك ما استفدت. انا قاعد بضيع وقت انا والناس، انت مالك؟ يلا امشي يلا.
الاخ بيقول لي الموقف اللي حصل حكاه حصل ولا بيهدي؟ حصل طبعا، واستدعوني عشان انزع فتيل الازمه كبيره جدا كانت هتحصل بين النصارى والمسلمين في مصر. انا لم اكن مجهولا يا عم. خلاص خلصنا رسائل امبارح، نمت انا بالليل وصحيت الصبح بعد صلاه الفجر، مفيش 3 4 ساعات بين هذه الرسائل واللي انتوا هتسمعوه بقى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا الشيخ كمال، حياك الله يا خليلي. انا بسمع يا خليلي، بسمع الناس اخلاق النابته عشان ياخدوا بالهم بعد كده، وعشان المشايخ ما ينخدعوش بحد يدخل لهم يمثل عليهم الادب والتدين، وعشان الناس ما تصدقش النابته لما يقولوا لهم اقسم بالله أو والله اني احبك في الله، وعشان الضحكه الصفراء بتاعت النابته ما يضحكوش بها على الناس. انا اضع الان تاريخا مسجلا لمن ياتي بعدنا عشان يعرف حقيقه هؤلاء النابته الاوباش. ماشي؟ واحد بيقول لي الاخ ده من العوام، بس اسمع بس، ما انتوا كلكم عوام، مشايخكم عوام اصلا. اسمع اللي كان بقى، هنبدا بقى النهارده في الجوله الجديده. انا الشيخ، انا مش بجادلك والعياذ بالله، انا مش عارف ايه. اسمع بقى الحته الجديده دي. بعد ما صلى الفجر قال لي، برضه ما ردتش عليه خالص، انا سمعت كل الهيصه دي والهري ده ولا كانه قال حاجه. قلت اذكار النوم ونمت. يلا بسم الله. هنا بقى انا مش عقب خالص، انتوا بقى اربطوا بين الكلام ده والكلام السابق، ساسكت تماما حتى ينتهي. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك يا شيخ محمد، بارك الله فيك. أنا بفضل المولى عز وجل اطلعت على تقريبا يعني جل منهجك الآن. تمام. أسأل الله يا رب يصلح لك أحوالك وييسر لك أمورك ويثبتك على الحق، وأن يرزقك الحق ويرزقك. معلش يا امي، لا التعليقات موجوده، انا شايف تعليقاتك يا امي. الاخ صاحي من النوم، انا مش هعلق يا جماعه، بس معلش عاوز الفت نظركم لحاجه. الكذب، الاخ ده بعد الساعه 12 لحد الساعه 4 الفجر، يعني في 4 ساعات المفروض يكون نايم، يعني سمع جل، بيقول كده سمعت جل مقاطعك وعرفت حقيقتك بقى. الاخ اكتشف، هو اصلا كان يعرفني من الاول، اكتشف حقيقتي في 4 ساعات، وسمع جل المقاطع اللي هو الدرس الواحد منهم 4 ساعات، سمعهم في 4 ساعات. ما تعرفش ازاي؟ كرامات يا عم. يا عم دول الموحدين عندهم كرامات، احنا يا جماعه بتوع شرك وقبول ما عندناش كرامات. يلا اسمعوا. حق رب العالمين ونحن في مكة المكرمة. والله يا شيخ محمد أنا لك ناصح أمين. أنت طبعا أنا عارف اللي أنت مش عارف، الله أعلم. يعني الشخصية اللي أنا كنت أعرفها قبل ذلك تغيرت كثيرا على ما أراه الآن. يعني كنت أرى منك قبل ذلك سمت العلماء، الآن يعني الله المستعان أرى منك أنك بتدافع عن نفسك أكثر ما بتشرح يعني. الله المستعان. أنت الآن يا شيخ محمد يعني بتتكلم في مسائل عقائدية الآن، يعني مسألة الاستغاثة والاستعانة والقبور والأمور دي كلها، ودي أمور طبعا في بعض العلماء نعم تكلموا فيه، ولكن طبعا أنت ليش ما تعذر العلماء اللي تكلموا على حرمة هذا الشيء، يعني بالأمر لسد الذرائع، سد ذرائع الشرك طبعا، تجنيك طبعا على بعض العلماء. أنت أسأل الله عز وجل يعني يهديك الأول، لأنك أنت سبحان الله أنا أصبح الآن أرى فيك سبحان الله مرض الجنون، جنون العظمة يعني. أول حاجة إذا كنت أنت هتتكلم على العلم بفضل المولى عز وجل، لو الأمر بينه وبين حضرتك مناظرة، أنا بفضل لك أحرمك فيها. نفسي اتكلم بس انا ساكت. أولا لعدة أسباب. إذا كنت أنت هتتكلم إنك أزهري، أنا بفضل المولى عز وجل كلية الحرم اللي أنا فيها، أو هتقول بقى أنا بيته ومتفلسفة ولا متسلسفة ولا اللي أنت بتقول عليه ده، لا بفضل الله اللي بيدونا مشايخ من جامعة الأزهر جلهم يعني ناس بفضل الله جامعة الأزهر اصطفتهم وجابتهم عندنا في كلية الحرم المكي الشريف، يعني صفوة الصفة من جامعة الأزهر.
ويعني احنا متكلفين، يعني متكلف علينا من الدولة، يعني اللي احنا بفضل المولى عز وجل نعد كعلماء. وازيدك شعرا ولا بي من البيت شعرا او زي ما يقولون، يعني انا بفضل المولى عز وجل برضو درست في دار الحديث. ودي طبعا الشيخ ابو السمح يعني راجل ازهري، وهو ماشي على المنهج الازهري. فاذا كنت انت حضرتك هتتكلم اني نابته ومش نابته والكلام ده كله، لا يعني الامر ده هيبقى مسدود من عند حضرتك يعني. اولا لعده اسباب. اذا كنت انت هتتكلم انك ازهري، انا بفضل المولى عز وجل كليه الحرم اللي انا فيها، او هتقول بقى نابته ومتفلسفه ولا متسلسفه ولا اللي انت بتقول عليه. شوف بفضل المولى عز وجل، انت لو لك حد في الحرم تساله، اسال عن الاخ محمد منصور العدل، معروف. بفضل المولى عز وجل لو ليك حد في الحرم اسأل على الأخ محمد، اسأل على الأخ محمد منصور العدل. عارف لما يكون واحد صايع جاي لك بفضل الله لو ليك حد في اللي مش عارف ايه اسأل عنه. بفضل المولى عز وجل. عشان قلت لكم ان العيال دي بيبقوا صيع ويربي لحيته يعمل نفسه شيخ. واحد بيقول لي قلب مصري، طبعا قلب مصري، ما مش هيعرف يردح غير بالمصري. انا بقول لك خلاص هو كده قلع. بص التواضع والحاجات دي كلها راحت خلاص. الاخ بفضل المولى عز وجل اسال عليا في اي حته في الحرم. عارف انت الشغل بتاعهم ده؟ يلا يبقوا سالونا عليه يا اخوانا اللي في الحرم، الله يكرمكم، وعرفونا بكده الاخ ده مين في الحرم. لازم تعمل الحتتين دول. معروف فضل المولى عز وجل معرفه طيب. فيعني ايه، انا مش هعرفك بنفسي كثير، يعني لان انا مش ايه. شوف اولا انت بدات تتخبط في مسائل العلماء، انت اول واحد، يعني انت اول واحد تعرف ان لحوم العلماء مسمومه. ابتديت انت تقع في لحوم العلماء. انا بتمنى من الله عز وجل، انا اولا ما شرفتنيش ان اكون على صفحه واحد بيخطئ العلماء. انا اصلا انا اللي هعمل لك بلوك عشان اكون صادق معاك. ثانيا انت لو راجل على علم فعلا ما تلتفتش محمد رشيد بيعلق، والله عسل يا شيخ محمد. للي كل شويه عمال يبعت لك وينقضك. وانا لما قلت لك انت مدخن انا قاصد. يا اخوان انت بتدافع عن امر اللي مدخنين، ولا كانك بسم الله ما شاء الله تبارك الله الامر اصبح عندك ديانه يا اخي. وانت تقول الان الطبيب يديك رايه وما يفتيش. اسمع، ده كان معظم، يعني عمرك ما هتصل لمنزله ابن باز وابن عثيمين، انا عارف الامر ده تمام. طيب اذا كان ابن باز وابن عثيمين كانوا يعني في مسائل بعض الفتية كانوا بيوقفوها لما يعرفوا رأي الأطباء. هتيجي انت سعادتك بعد ده كله وتقول والله ده الطبيب يدينا الرأي واحنا ساعتها نشوف هو حلال ولا حرام ولا مكروه. لا انت اذا كنت انت يعني شويه علم الكلام اللي انت بتدرسهم دول وبتضحك بيهم على الناس، والناس المتخلفين، انا اسف في اللفظ، اللي متبعينك دول بيشتمكوا يا انت جماعه. على ضلال يا محمد يا عبد الواحد. انت على ضلال يا محمد يا عبد الواحد. ارجع الى الله عز وجل، ما تضلش الناس مش محتاجه ضلال، حرام عليك، اتق الله في نفسك. وبعدين انت متناقض يا اخي. يا جماعه بيشتمكوا، معلش انا اسف والله بس بيشتمكوا، اسف. شوف بفضل المولى عز وجل، انت لو لك حد في الحرم تساله، ده كان معظم، يعني عمرك ما هتصل لمنزله ابن باز وابن عثيمين. سمعنا دي. الناس بتتهم فوز السعيد والناس اللي هم المشايخنا الافاضل دول ان هم ناس داعشيين، وانت في نفس الوقت ساعات انت بتتكلم ان الفكر ده وصل الناس ان هم تكفيريين وداعشيين، في نفس الوقت بتزكيهم. انت يا اخي ايه مخك ضارب انت ولا ايه؟ ربنا يهديك يا محمد عبد الواحد. يا ابن الحلال، الناس الان محترمه من اهل العلم اجمعوا انك على ضلاله، اجمع على الله عز وجل. اسمعوا الحته الجامده دي. اجمع المحترمون من اهل العلم ان انا على ضلاله. دخان اللي انت بتتكلم عليه ده دخان ايه؟ وانت مين اساسا؟ انت بتتبع زلل العلماء، يعودوا زلل العلماء دي. وبعدين فين اراء المذاهب الاخرى؟ وانت ماشي بمذهبك انت وبالارجح. انا عاوز افهم منك انت ماشي بارجح الاقوال ولا بمذهبك؟ حنبلي ايه؟ ولا تعرف حاجه على الحنابلة؟ ارجع انت لكتاب اصول السنه لامام احمد بن حنبل. في ايه؟ ربنا يهديك من الضلال اللي انت فيه ده. انت على ضال يا ابني، والله العظيم ضال. الناس بتتهم فوز السعيد والناس اللي انا لما شفتك وانت مع خالد عبد الله من 5-6 سنين ايام حكم الاخوان، تمام، ما شاء الله سمت العلماء واللحيه، وبتقول انت من بيت علم. يا عم على عيننا وراسنا بيت العلم. وبعدين انت بتشهر بوالدتك ولا تقول ده والدتك بتقول ان في
يا ابني والله العظيم انت. السافل ده كان داخل امبارح يشكر والدتي ويدعي لها، دلوقتي بيتكلم على والدتي. كملوا 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 عشان تعرفوا اخلاق الاوباش. فين نخوتك؟ يعني انت فين نخوتك؟ انا لما رجعت الفيديو تاني ما كنتش على فكره مش كنت معاك على اللايف قوي يعني. صراحه وقت ما يسمحليش ان انا اتابع واحد ضال زي حضرتك كده. انا بقول لك في وشك. ده نموذج يا جماعه، وقته ما يسمحلوش نتابع واحد ضال زيي وداخل كل الرسائل دي، زي العيال يقول لك احنا والله ما عندناش وقت نضيعه محمد عبد الواحد، وتلاقيه ما وراهمش غيري. الله، وعمال تجيب اقوال العلماء. افرض دي زلته، بتتبع زلاتهم؟ زلات العلماء يا اخي. انا بقول لك ربنا يهديك والله يا محمد عبد الواحد، ربنا يهديك، ربنا يهديك، يهديك ويهدى اتباعك. وصراحه دول هيجي يوم الدين يا محمد يمسكوا في قفاك. هيجي يوم الدين يا محمد يمسكوا في قفاك، والله هيجوا يمسكوا في قفاك يا محمد اللي انت ضليتهم. وحريم التبع. افرض واحده حرمه، واحد تبع، واحد. انت ممكن تخرب بيوت يا محمد، يا محمد ممكن تخرب بيوت. حرمه الان سمعت اللي انت حللت الدخان. بعد لما انت حللت الدخان زي جوزها طلقها عشان هي اصبحت امر ديانه. اصبح امر ديانه في اعتقادك انت يا محمد عبد الواحد. الان حرمه دخنت على فتوتك يا محمد عبد الواحد. وهي طبعا ما شاء الله انت عارف الحريم ممكن تتعصب لرايها، تمام، وجوزها طلقها. مش خرابه بيت انت كده يا محمد؟ يا رجل يا رجل يا راجل، فين عقلك؟ فين عقلك؟ تقول ما باخدش براي الاطباء؟ هتروح فين من القاعده الفقهيه الضرر يزال؟ هتروح فين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ فين ده كله؟ اذا حشر الناس يوم الدين يا محمد عبد الواحد، السجاير هتبقى مع الخبائث ولا هتبقى مع الطيبات يا محمد عبد الواحد؟ ازهري ايه يا راجل ولا حنبلي ايه؟ ولا تعرف حاجه عن الحنابله؟ اسال الله يا اخي يهديك يا اخي، اسال الله يهديك يا اخي. انت عاوز واحد يديك على قفاك يا محمد ويفوقك بالهبل اللي انت فيه. يا اخي انا سمعت قسم وفي الاخر تروح يا اخي ادعي الناس لا تتقرب الى الله، مش تتقرب الى القبور. قبور يا محمد، اذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع احد ولا يضر احد. شفتوا الخشوع اللي كان في الاول يا اخوانا؟ سامعين صوته دلوقتي؟ هتروح فين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر. تيجي في الاخر تقول لي في الاخر تقول لي يا الاستغاثه والاستعانه. يا محمد افهم، يا محمد افهم. العلماء سد الذراع للشرك يا محمد. يا محمد الناس بتتمسح بعتاب الحسين يا محمد. يا محمد يا عبد الواحد ازهري ايه يا محمد؟ يا محمد ازهري ايه بس واشعري ايه بس؟ اقسم بالله العلي العظيم يا اخي انت جاهل او متعالم. لست عالما. الراجل امبارح كان بيقسم بالله ان انا عالم ومن اهل العلم ومن اهل الشريعه. استنى ما بالك الاخ ابراهيم نوح ده. خد يا ابراهيم نوح بلوك، يلا. الاخ امبارح بيقسم بالله ان انا عالم، ودلوقتي بيقسم بالله ان انا جاهل. ما تعرفش جت منين دي؟ انت ما تعرفش في 4 ساعات ايه اللي حصل، وهو في المرتين بيحلف بالله. وبعدين بيقول لك لست عالم، لست. شفت الراجل العالم بيتكلم عليا انا، بيقول لي لست، يعني بيخاطبني تاء المخاطبه. لست من اهل العلم في شيء. اسمع كلامي صح يا محمد. عيد يا محمد، عيد يا محمد طلب العلم. انت لسه انت رجل الان، انت رجل الان اصبحت بتضل الامه. وكمان تتكلم على مصطفى العدو ومحمد حسين يعقوب وابن عثيمين وابن باز. امال انت سعادتك مين يعني دول كلهم على ضلاله؟ وبعدين اللي سألك مرة بتقول مين من أهل الحديث نسمعه أو نقرأه، فأنت بتقول خلاص في العصر الحديث مفيش حد. طيب يا عمي أنا هقول إن الألباني أنت مش مقتنع إن هو من علماء الحديث، خلاص. طب هتروح فيلم الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر مش كان من أهل الحديث يا شيخ محمد ولا إيه؟ عشان بس أعرفك إنك راجل ضال، راجل ضال، واللي بيتبعوك ضال. لو أنت راجل، لو راجل وفيك شنب فعلا زي ما انت عامل شنب ولحيه على الفاضي، اطلع معانا في مناظره علنيه وانا هوريك النبته مين يا محمد عبد الواحد. انا هوريك النبته مين. بس دي اخر رساله من عنده. شفتوا يا اولاد اخلاق النابته؟ شفتوا يا اولاد اخلاق النابته؟ عرفتوا العيال اللي بيشتموني على الصفحات؟ نموذج اهو. اي واحد فاكر ان ده نموذج
شخصي انا عندي استعداد بقى اوريك من الحاجات دي واصور لك رسائل شخصيه، بس انتوا بترجعوا تقولوا الوقت ويا شيخ وخليك مش عارف ايه. لكن الموضوع جاي فريش، لسه ما خلصناش امبارح. عرفتم النابتة واخلاقهم؟ عرفت يا اولاد؟ امبارح كان بيقول لي سمعتوا باذانكم 4 ساعات يقسم بالله على امرين متناقضين. زي ما خالد بهاء كان بيقسم بالله ان مفيش، او بيقول من غير قسم ان مفيش اعلم ولا افقه من محمد عبد الواحد في مصر، والفتوى موجوده في الاصل. وبعد كده قال اللي قاله. عرفتم انهم قوم بهت. الفيديو ده لا عشان انا زعلان، انا ولا فارق معايا خالص ولا متنرفز ولا الموضوع من قريب ولا من بعيد ليه اي مشكله معايا. لكن الفيديو ده والوقت اللي انا ضيعته فعلا ده، وضيعت لكم وقتكم فعلا وانا اسف، عشان تعرفوا حقيقه هؤلاء وما تتخدعوش بيهم. وعشان اي شيخ ازهري او اي شيخ بيصدق الاشكال الحلوه دي، عشان اللحيه الكبيره والخشوع اللي سمعتوه في الاول، السلام عليكم يا شيخ محمد عساك بخير، الشغل ده ما تتخدعش بيه، ما تصدقش، اطردوهم من مجالسكم، لا تعلموا هؤلاء العلم. واحد بيقول لي اشم رائحه خطوره على حياتك يا مولانا. الله الحافظ يا شيخ اشرف. وانت فاكر ان اي حد من الاوباش دول لو تمكن او كان في مكنته ان يقتلني هيسكت؟ لا طبعا. بس هما الميزه ان هما مفعول بهم وليسوا فاعلين، ان هما جبناء وتربوا على الجبن والخنوع، ما تربوش على الرجوله. لكن دول لو تمكنوا، والكلام ده قلنا قبل كده، الدوله عارف اما كنت تحت حكم علماني او حكم ليبرالي ما يعملش فيك زي العيال دي. التاني قضيته معاك مش قضيه ان انت بتقول باراء فقهيه بتزعله، قضيته معاك سياسيه. انما دول مجرد ما تتكلم في التدخين بس، شوف عمل معايا ايه. يعني ده مجرد ما تخالفه في بعض المسائل يستبيح دمك. الشيخ محمد رشيد بيقول لك السلفي ده اسمه في الشعب المصري سلفي على ابوه. طبعا ده سلفي اصلي، هي دي، هم دول السلفيين فعلا. هي دي بالظبط النماذج اللي كانوا بيصلوا معانا في المساجد واللي نعرفهم واللي كانوا بيحضروا عندي في الدروس منهم هم دول بالظبط، وهم دول اللي بيشتموني في صفحاتهم. يا جماعه خدوا بالكم. وانت فاكر ان الكلمتين دول هيخلوني ارد عليك؟ لو قلت 10 قدهم مش هرد عليك، بس انا سمعتك لناس وانت لا تعنيني في شيء كنموذج. وعشان انا ممكن بعد كده اقول لكم اي رساله هتجيلي هرفعها على الفيسبوك، ممكن اعمل كده من غير اي تعقيب بقى ولا بس مباشر ولا بتاع، مباشره كده كل رساله على الفيسبوك. لان دول يخافوا ما يختشوش، هيطلع قدام الناس بقى يمثل الادب ويروح بقى يحكي الحكايه دي للناس، ده انا ناظرته وافحمته ومش عارف ايه، ويعيش في الدور ده. واحد بيقول لي مفعول بهم ايه الكلام ده؟ مفعول بهم مش مفعول بهم الفاحشه والعياذ بالله، مفعول بهم قلت لا فاعلين، يعني انهم ليسوا متمكنين من شيء، دايما مضروبين ومقهورين، والدوله تستخدمهم ثم ترميهم. لكن دول لو تمكنوا يعني صاروا فاعلين، ده معنى مفعول بهم وفاعلين، عشان بس شغل الاوباش ده احنا ناس نيتنا نظيفه مش زيكم. ما قلت لك الكلام ده ما يجيش عليا انا، لكن انا محترم. فلما يكونوا فاعلين يعني متمكنين، يعني في ايدهم دوله او في ايدهم حكم، والله العظيم يقتلوننا ولا يرقبون فينا الا ولا ذمه. اذا كان ده وهم ضعفاء، اذا كان ده والواد فيهم ما يعرفش يخرج يمشي في الشارع امن على نفسه ياخد على قفاه، واصغر امين شرطه يخليه يلف حوالين نفسه وبيعمل فيك كده وبيكلمك بالطريقه دي، امال لو تمكن هيعمل فيك ايه؟ اخت محمد بتقول انا لما كلمت عنك الاخوات في خلال 6 ساعات صنفوك وقالوا لي سيرسلوا مقاطعك لاحد مشايخنا اللي قال ان انت ضال، فقلت لهم تمام وانا سوف ارسل ردكم للشيخ حتى يرد عليكم، والى الان 4 شهور ولم يرسلوا لي تعليق الشيخ. ما انت كده خلاص،
هم رجاله من بعيد، انما ساعه ما تقول له تعالى ناظر الشيخ او تعالى في صفحه الشيخ، ما انا بقالي سنتين بنادي ولا حد يعرف يجي. انا قلت لهم تعالوا مجتمعين مش متفرقين، يا جماعه تعالوا كده مع بعض جماعه وقفوا قدامي. يا شيخ هؤلاء قتلوا مئات الشيوخ في سوريا، انتبه على نفسك. يعني انا مش هكون احسن من اللي قتلوا؟ يعني ايه المشكله يا جماعه؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، ايه المشكله يعني؟ انا مش فاهم ايه المشكله برضه. هذه الهجمة عليك دليل تأثير أقوالك يا مولانا. نعم الحمد لله. يتقربون إلى الله بدمائنا طبعا، وبدماء أهل العلم، وبكل دماء كل من خالفهم. مصيبتهم السوداء والتي هي واضحة في كلام هذا الرجل فكرة الراجح وعدم فهم شيء اسمه نسبية الأشياء، وأن الراجح عندهم لا يلزم أن يكون راجحا عند غيرهم، وأن الباطل عندهم قد يكون راجحا عند غيرهم. هو الراجل نفسه بيقول لي كده امبارح، إنه إيه المشكلة يا شيخ محمد لو أنت أخطأت يا شيخ محمد؟ كل العلماء بيخطئوا مفيش مشكلة، وأنا والله والعياذ بالله مش داخل عشان أجادلك. واحد بيقول لي طب ما الكلام رايح جاي، حضرتك بتشد عليهم وهم بيشدوا على حضرتك. انا بشد عليهم لان هم يستحقون، بس انا مؤدب ما بعملش اللي هم بيعملوه ده، وبشد عليهم شدة راجل مش شدة نسوان. واحد بيقول لي لو خاطبت العلماء لغلبتهم، وان خاطبك الجهل غلبك. ما هو انا يا مولانا مش بخاطبه اصلا يا حبيبي، انا بسمعكم عشان تحذروا. انا مش بخاطبه اصلا، ولا رديت عليه ولا حرف بعد كل اللي قاله ده، والله ولا كلمة ولا حرف. ولو قال 100 مرة قد ده مش هرد عليه، والرسائل عندي كلها كده ما بردش. انا مش لسه واحد جديد وخفيف، بس عشان تتعلموا. نشوف تعليقات الكرام. اول واحد اطلب تقبل طلب الصداقة يا شيخنا. الله يكرمك يا اخي. تمنى رجال ان تموت وان تمت فتلك سبيل لست فيها باوحد. طبعا الامام الشافعي قالها رحمه الله. اذا كان الامام الشافعي تمنى ان يموت، عادي عادي، الموضوع قديم قديم ولا في اي مشكلة، وسنة الله في الكون ولن تتغير. كأن هذا الحراك الحاصل هو بداية جلاء الغمة من سكرة السلفية، فلعله خير. الصف ينظف ودونك صفوف الراجعين المؤلفة. ماشي. تعليقات الإخوة كتيرة طبعا. نعم هذا دليل ان كلامك وصلهم وبعض طلابهم تأثر بكلامك. يا عمي ده ما كانش ده اصلا مبعوث من واحد فيهم من الكبار، ما الكبار ما يقدروش يجوا لي مباشرة. ما هو الكبار ما يقدرش يجي، هيخاف. لكن يبعت لي عيل من العيال اسأل عليا في اي حتة، يا شيخ محمد هتعرف انا مين يا شيخ محمد؟ اسأل عليا في الحرم. تقولش في موقف عبود؟ يا ابني الطريقة دي بتاعت موقف عبود مش بتاعت الحرم. خلاص يا جماعة انا خلصت اللي عندي. كلامكم هذا قاله الشيخ البوطي من قبل، ولكن أن يصدر هذا الكلام من ابن السلفية هذا ما أحدث ضجة كبيرة وزلزال، ويرجع يقول لك كلامه ملوش أثر. ما أنا قريت لك أهو، الراجل كان منهم فخافوا عليه فقتلوه. ما أصل المشكلة ما احنا اللي بيرد علينا كتير. وبعدين أنت إيه قصتك؟ عندي سؤال. افرض أنا حتى بكلم مع يعني واحد عاقل، يعني افرض ان انا اخطأت، وخطأ مش مخالف للاجماع ولا حاجة، خليه يا عم مخالف للاجماع، خليه ملوش اي وجه في الشريعة، خليه خطأ محض صريح، مش كأني امبارح قعدت اقول ساعتين وما حدش فيكم قدر يجي يرد عليا بكلمة واحدة ولا هيعرف يرد، وبقى لي سنتين بقولها وما حدش عارف يرد، وبقى لي 4 سنين الفتوى دي وما حدش عارف يرد، وحطيتها في جروب وما حدش عارف يرد. خلي الكلام ده كله الغيه، اعتبر يا عم ان انا غلطان. يكون الرد بالطريقة دي؟ يكون كل التضليل والشتم وقلة الأدب دي؟ شيء غريب جدا والله.
يا اخي اعتبر ان انا واحد ضال وعاوز اهتدي، بيكون بالطريقه دي. الشيخ محمد رشيد بيقول لي والله يا شيخ محمد أنا عندي في صدري رسائل دراسات عليا في معاملات هؤلاء، لولا أن وجهة نظري أو على الأقل ما أجد في نفسي أن أي حديث عن غلمان أي غلماني أشأم يحط من قيمة أي إنسان محترم، ولك أن تتصور ما فعلوه معي برسائل أو في ظهري، لكن أشعر أنهم يحقرون من يتكلم عنهم معهم، لأنهم أوباش بكل الاعتبارات، إلا طبعا من كان في موقفكم فمختلف. ما هو يا مولانا الشيخ محمد أنا عندي زي اللي عندك بالظبط. بقول لك أنا صفحتي، ما هو كلام عام مش خاص، قذف صريح بالزنا واللواط لي ولأهلي منهم. القصة مش يا جماعة، أنا مش طالع هنا عشان أشتكي، ولا طالع هنا عشان أوريكم نموذج كأني ما بيجيليش غيره وأضعاف أضعافه. أنا طالع هنا عشان أعلمكم، عشان أدي درس عملي للناس يسمعوا يحذروا. أنا مش طالع هنا أشتكي ولا زعلان على فكرة خالص. إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. أنا فرحان إن هؤلاء خصومي، لأن المرء يعرف من خصومه. أنا أعطي درسا عمليا لكل متصدر، لا تنخدع بهذه الأشكال ولا بهذه اللغة في الكلام. المشايخ الطيبين اللي بيروحوا يتصوروا معاهم العيال دي وياخدوا منهم إجازات يحذرون، هياخد منك الإجازة ويكفرك، ولو طال يقتلك هيقتلك. أذكر يا شيخ محمد، أذكر وقلبي موجوع من ساعتها. واحد قال للشيخ محمد الكلام ده، مش قادر أقراه. شوفوا تعليق الشيخ محمد أبو قيس، الشيخ محمد رشيد، أنا ما أقدرش أقول الكلمة دي، ما أقدرش أقراها أصلا. قيل له مثل ما قيل لي. واحد داخل يدافع عن الشريعة ويشتم أمك بالزنا في مسائل فقهية يا جدعان، ومسائل شكلية. ما هو ده التدين الشكلي اللي كنا بنتكلم عليه. ربوهم على الشكل وسابوا الدين والأخلاق. ما أنا قلت لك أسهل حاجة في الدنيا إن أنا اللحية، ده شوية شعر مش هيكلفني حاجة، شوية شعر على أنه عبادة، أنا مش بحقر منه، لكن مفيش صعوبة. مش شوية شعر يعني تحقير، مفيش صعوبة إن أنا يطلع لي شعر بقيت شيخ. إنما جهاد النفس والتعلم والتعليم والتربية الكلام ده ما بيجيش كده. فلما يطلع المربي الجاهل يقول لهم ربيها وهي تربيك، من إمتى اللحية تربي واحد مش متربي؟ ما هي إنما الأشكال دي جت عشان كده. الأشكال دي اللي هو زعلان بيقول لي في آخر الرسالة أنت إزاي تشتم مشايخنا، هو ده الموضوع كله على فكرة. سيبك من موضوع السجاير ومش السجاير، الموضوع كله أنت إزاي تتكلم على مشايخنا. القصة كلها إن هو قال لهم كده، قال له خد يا تعالى يالا يا بتاع اسأل عليا وأنا مش عارف إيه. هو بنفس أخلاقه دي قال له ربيها وهي تربيك، فرباها وما ترباش. ده رباها عشان ينصب بيها على الناس، لأنه لما رباها لا الناس بتحترمه وبتقدمه للإمامة وبيقولوا عليه شيخ وبيجوزوه بناتهم. أنا بتكلم عن النموذج كله يعني، وبيعملوه في التجارة وكتير منهم سراق. فحلو جدا يعني هو الموضوع كده، ده ايه الحلاوة دي؟ أو الأخ زكريا بيقول الراجل ده لو نزل مصر واتكلم بطريقة يا شيخ محمد وبالخشوع وخلافه هيلبس على كثير من الناس ويعتبروهم علماء المشايخ. أنا بقى أعرف المشايخ الكبار أكثر من هذا، بس ما ينفعش أتكلم في الحاجات دي دلوقتي. فالقصة يا جماعة إن أنا التدين ده تدين حلو، مش عالي التكلفة، وبيجيب جاه ومال ومكانة عند الناس، وامشي في الشارع يحترموني، واركب الميكروباص يحترموني، واروح عند الميكانيكي يحترمني، واروح اتقدم لواحدة تحترمني. حلو جدا. ايه هو في احسن من كده؟ انما انت عاوز تقعد تطلب علم وعلوم آلة وتحفظ وتدرس و10 سنين و15 سنة وما بتفتيش وما بتتكلمش وما بتتصدرش. لا ده موضوع صعب جدا، صعب جدا. احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين هوب فوق. عارفين ده بتاع زمان؟ لو مدحت مشايخهم وذممت منهجهم لما تكلموا ولا عرفوا. ما انا كنت بعمل كده زمان، بس انا كنتش بمدح مشايخهم، كنت ساكت عن مشايخهم. وانت فاكر الهيصه دي كلها؟ انت فاكر اللي بيحصل ده كله عشان ايه؟ عشان انا عارف حقيقتهم. يعني لما اجي اطبع كتاب فقه يدرس في جامعاتهم، يروحوا يراسلوا صاحب الدار يقولوا له ما تطبعش لمحمد عبد الواحد، ده مش كتاب يا جدعان.
الموضوع بالنسبة لهم ده العدو اللدود، الخصم الأكبر. فالحمد لله ان احنا بينا حقيقة هؤلاء، والحمد لله ان بحماقتهم هم مش مخلين الواحد محتاج اصلا يثبت. يعني انا لو طلعت احكي لكم الكلام ده مهما حكيت هيقول لك كذاب. هم اسهل حاجة عندهم ده فلان ده كذاب، لا تصدقوه، كذاب لا تصدقونه، لا تصدقوه. طب ماشي، لو تحبوا ان انا اثبت لكم كل كلمة قلتها برسائل مصورة يرجعوا يندبوا بقى وامانة المجالس ومش عارف ايه وشغل الخشوع والاخبات. ما انا لما اقول حاجه ما تقولش عليها كذاب عشان ما اجيبلكش المجالس الخاصه اللي انت بتقعد تقول لي امانه مجالس. ما انا ممكن اجيب لك كل كلمه اتقالت لي من ثناء ومدح وتزكيه وطلب تلمذه وطلب اجازه من مشايخكم، مش من عيال صغيره، من مشايخكم يطلبون مني الاجازه. بس بتبقى لسه المرحله دي ما جاتش. لما نكتب مذكرات شخصيه هنبقى نقول حاجات كتيره ان شاء الله. هل ستجعلون دقائق للاسئله؟ ما انا قاعد معاك اقول عنده اسئله يتفضل. احذروا هؤلاء السراق النصابين، احذروا. انا الاخ ده لا يعنيني من قريب ولا من بعيد، انا لو شفت شكله مش هعرفه هو مين اصلا، ده هو اللي قال لي اسمه. فالقصه مش قصه الاخ ده، يعني الراجل ده شيل اسمه وحط اي اسم هيبقى نفس الموضوع. انا والله لا يعنيني هذا الشخص، وانا مش زعلان من هذا الرجل ولا في دماغي الموضوع خالص. انا طالع عندي درس عملي. فخدوا بالكم. اخونا بيقول سألت الشيخ الشريف العوني عن دراسة الفقه فارشدني لكم بالاسم لدراسة الفقه الحنبلي. الله يكرمه الشيخ، يعني اشكره على على هذه الإحالة، وهذا شرف يعني. ولكني متحير بسبب ذكركم أن في المذهب فجوات وأنه غير مخدوم. ما هو فجوات يعرفها أهله، يعني لا تدرس على من لم يتقنه. مش معناه أنك ما تدرسش مذهب حنبلي، معناه أن في فجوات لا يعرفها إلا أهل المذهب. شوف أسئلة الإخوة. يا شيخ لماذا لا تشرح عقائد الحنابلة؟ هشرحها إن شاء الله في دروس خاصة. بارك الله فيك أبا قيس، أنت من عرفتني بالشيخ محمد عبد الواحد وأنتم شجعتموني على التمذهب. ربنا يكرمه حبيبنا أبو قيس. الأخت الأنوار القدسية بتقول هاجموا الشيخ الصابوني وترفعوا عن إجازته لأنه حرم بعضهم ممن ينتقص الأشاعرة ويريد الأخذ عنهم ويطعن بهم. أنا أنصح كل من لديه علم ولديه إجازات ألا يعطي هؤلاء النابتة شيئا. لا تفيد الأوباش النابتة السفلة بعلم، هذه خيانة للعلم. وده منهجي اللي أنا استقريت عليه خلاص. دروسي كلها خاصة، كل اللي انتم بتشوفوه على الانترنت ده دروس عامة. دروس العلمية الحقيقية خاصة لأهلها وبشروطها، ودي أداب العلم اللي العلماء ذكروها من زمان، مش حاجة أنا ببتدعها. وهؤلاء مبتدعة لا يحترمون علما ولا علماء. لا تعلموا هؤلاء وتجرئوهم على مقامات الآئمة. انت زي اللي بيعطي سلاح لقاطع طريق. نصيحة أؤكد عليها لكل من يحترم العلم، لا تعلموا هؤلاء شيئا. والله العظيم لو أملك، ولا أقول هذا تزلفا، أقسم بالله لا أقول هذا تزلفا، أقسم بالله 3 مرات لا أقول هذا تزلفا ولا اتصال بيني وبين أي أحد في الأزهر. أقسم بالله لو أنني أملك منصبا في الأزهر إن شاء الله لأتخذن كل سبيل يمنع هؤلاء من دخول الأزهر، إلا إذا احترموا العلم ويقعدوا زي الكراسي اللي بيقعدوا عليهم في الجامعة أو في المدرسة. وإذا شممت من أحد منهم رائحة الطعن في أئمة الإسلام ومنهم الأشاعرة لأفصلنه، كبيرا كان أو صغيرا. والله لو مكنني الله عز وجل من الأزهر لا يرين الله ما أصنع إن شاء الله بهؤلاء الأوباش النابتة. ولو أنا دلوقتي مش متمكن، أنا بنصح كل من لديه تعظيم للعلم ولأهل العلم، قفوا من هؤلاء موقفا. ما تعطوهمش السلاح انه يطلع لابس عمة الازهر ولبس الازهر وشهادة الازهر ويكذب على الناس باسم الازهر.
هؤلاء والعلمانيون المنتسبون إلى الأزهر، سعد الدين الشاذلي وهؤلاء سواء بسواء، كلهم ضد التراث وكلهم ضد العلم وكلهم يهدمون العلم ويسيئون الأدب مع أهله ومع الأئمة. ما تخافيش يا أمي ما تخافيش ما تخافيش، طمني أنا قاعد لهم إن شاء الله. الباقة بتحتضر يا شيخ محمد، ربنا يعوضك خير يا حبيبي. وما ذنبنا نحن يا شيخ؟ معلش، كل دواء له آثار سلبية، نعمل إيه طيب؟ حاشية العنقري محررة على المذهب، حاشية العنقري مفيدة وأفيد من ابن قاسم، وكلاهما وهابي. فيها طبعا بعض الحاجات الوهابية، لكن هي مفيدة ومهمة لطالب العلم الذي يقرأ الروض المربع. يا أخي عمرو الشافعي عمال تكرر لي اسم راجل أنا مش عاوز أجيب اسمه على لساني أصلا. مع من نتواصل لننضم للدروس الخاصة؟ سأعلن إن شاء الله يا أختي، ويكون التواصل مع أخت من محارمي، وننظم هذا بإذن الله، بس نشوف كده ترتيب معين لإدخال مجموعة أخرى إلى دروس. والأخت اللي بعدها نفس الكلام، نفس الإجابة. أم محمد من السودان فيما أظن بتقول سمعت محاضراتك للتمذهب بس مش عارفة ماذا بعد هذا. تدرسي المذهب اللي في بلدك واللي هو غالبا مالكي إذا كنت من السودان. الهلالي مش الشاذلي، معلش سعد الدين الهلالي، أنا قلت الشاذلي معلش، سعد الدين الهلالي. الهلالي ايوه خلاص يا جماعه، سعد الدين الهلالي ماشي، سعد الدين الهلالي. صلح يا عم حارس، لو قطعت الحته دي يبقى صلحها. الله يرحم سعد الدين الشاذلي، غفر الله له، يمكن عشان ندعي له. عندما تغضب من اجل الائمه يخرج منك كلاما يسطر بالذهب حقيقه. والله يا جماعه ما الموضوع بالنسبه لي غضب للائمه، انا ائمه الدين وامي حاضره هي معايا، امي هي حاضره. ائمه الدين احب الي من والدي، وطبعا والدي دول فوق راسي يا جماعه، دول الواسطه اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. انا لا اعرف الله الا عن طريق هؤلاء العلماء. يعني ابي هو ابي في الدنيا، في الصلب، في البدن، لكن هؤلاء اباؤنا في العلم والدين. فزي ما بتغضب لوالديك لازم تغضب لعلماء الامه الحقيقيين. المضحك جدا جدا، يعني المضحك المبكي، العيال الاوباش دول رايحين يكلموا، مش عيال ده مشايخ، ولو ذكرت لكم اساميهم تبقى فضيحه. رايحين يكلموا صاحب الدار يقولوا له ده محمد عبد الواحد بيطعن في الائمه، ما تطبعلوش كتب. يا ابني ده انا خنقت معاكم اصلا في الائمه، ده انا خنقت مع السلفيه اصلا في احترام الائمه. ده انتوا اللي بتكفروهم وبتطعنوا فيهم، لكن عارف مين الائمه؟ حرر المصطلح الوهابيه، ابن باز وابن عثيمين وامثالهم، مع ان انا ما بطعنش فيهم برضو، انا بس بنتقد نقد علمي. فين الطعن؟ فين الشتيمه؟ اين شتمت ابن باز وابن عثيمين؟ اين شتمتهم؟ هات لي شتيمه واحده من اللي بتقولوها علينا وعلى ائمتنا. فدلوقتي طلعت الكذبه بتاعتهم، محمد عبد الواحد بيطعن في الائمه. شفت رمتني بدايها وانسلت. ده انا ما فيش بيني وبينك مشكله اكبر من الطعن في الائمه. على فكره انا كرهت النابت واكله نسبه للنابت. ما حكم صلاه التسابيح؟ فيها خلاف، وعندنا المذهب انها لا تستحب. حفظك الله من كل مكروه، وحفظك من بين يديك ومن خلفك، ولا أراك مكروها أبدا، آمين. على فكرة أقول لكم حاجة برضو، حاجة مهمة يعني. هقول لكم حاجة مهمة جدا. لما رحت مصر السنة اللي فاتت، يعني من 11 شهر تقريبا أو 12، يعني ما كملناش سنة،
قابلني بعض هؤلاء النابتة الذين يشتمونني ليلا ونهارا في صفحتي، في صفحاتهم قصدي، وعاملين أسود ورجالة. الشيخ سامي الأزهري موجود واسألوه. الشيخ سامي الأزهري شاف الموقف ده بعينه، شافه رآه بعينيه وكتب عنه ساعتها. واد عامل نفسه عنتر، استخبى ورا العمود عشان ما شوفوش. الواد شافني استخبى ورا العمود. وروحوا اسألوا الشيخ سامي الأزهري، ولو حاضر هنا كان هيقول لك، بس هو مش حاضر، وممكن يديكوا صفحته. العيال دي أجبن وأذل من أن يخيفوا أحدا. يعني عشان الناس اللي خايفة عليا، أنا عارف بقول لك إيه، العيال دي أجبن وأذل وأحقر من أن يخيفوا بعوضة، مش يخيفوا واحد صعيدي عربي زيي. ولو هم ومثلهم معهم، أنا مش خايف منكم ولا من غيركم. وأنا لا عندي حرس ولا عندي بتاع وماشي في الشارع، ولا لي أي منصب ولا أي بتاع. أنا بالله سبحانه وتعالى. والشيخ محمد رشيد بيقول لك كنت معك أهو. أنا مش فاكر إنه شاف الموقف بعينه، أيوه كان معايا، بس ما اعرفش شافه بعينه ولا لأ. بس هو حاضر، والشيخ سامي قال له. الواد استخبى ورا العمود وعامل نفسه راجل في صفحته. استخبى عشان ما اشوفوش، خايف مني، مع ان انا ما كنتش هعمل له حاجه اصلا. انا ما بعملوش حاجه في الفيس ولا هعمل له حاجه في الواقع. انا ادبكم علميا، مش هستحمل صفع على قفاك اصلا مني. فانت تشوفوا على صفحتهم بيقولوا كده، والله ده انا لو شفت محمد مش عارف هعمل فيه ايه. والله يا ابني والله ما تقدر. انتم اجبن واذل. ده اقل امين شرطه في مصر يقلعك هدومك وانت واقف. منذ متى يا اوباش تخيفون رجلا او طفلا حتى؟ الناس بتصدق الهيصه اللي على الفيسبوك، يفتكروهم رجاله فعلا. اهو الشيخ ابو قيس بيقول لك اذكر الذي كان يسرق النظر كاليهودي الخسيس. نعم سامي الازهري قال ذلك، وانا كنت حاضر البث وقت ما قلت. محمد بيقول حتى اطمئن للعلماء لان علماءنا صوفيه وسمعت لهم فعلا اصوليين. اريد اعرف بالنسبه للعقائد كل المذاهب. العقائد اهل السنه والجماعه هم الحنابله والاشاعره والماتريديه. اي شيء من هذه الثلاثه من اهل السنه والجماعه. وانصحك ان تدرسي عقائد الحنابله، وفي باب الاسماء والصفات تسلكي مسلك السلف حتى لو درست كتب الاشعريه، وهو التفويض، ولا تخوضي في تفاصيل ولا في التاويل. وهذا حتى عند الأشاعرة هو مذهب السلف. واحذري من النابتة، لأنهم خوارج ومجسمة في كثير من أحوالهم وفي كثير من دروسهم وكتبهم. ونحن حرسك يا أخي، الله يكرمك. والله الموضوع يا جماعة مش عاوز يتقلب كده خالص. الموضوع مش عاوز يتقلب كده خالص. أنا فعلا حقيقة لا يفرق معي هذا الشيء، ومش خايف من حاجة، ومحدش بيجبرني ان انا اقول لا بقوله ده، ولا حد قال لي هحميك. يا جماعه القصه ابسط من كده. هذا الدين فداه قوم بارواحهم، واحنا بفضل الله رجاله طول عمرنا في كل مراحلنا. انا رحت وانا عندي 29 سنه دخلت مكتب شيخ الازهر اتكلم باسم السلفيه، وطلعت سنه 2011 رد على الشيخ علي جمعه، وكان ساعتها الامن في مصر ضايع، كان ممكن اي حد يعمل لي اي حاجه. والآن أرد على هؤلاء. أنا بفضل الله لا خايف منهم الآن ولا كنت خايف من غيرهم من قبل. فالقصة يا جماعة بلاش كلام كتير في الموضوع ده لأنه تافه. أمي بتخاف ماشي لأنها أم، لكن الموضوع بسيط. كفاية الله يصلح حالك. حاضر يا أمي. لا إله إلا الله. أخونا خالد بيقول لي شفتك في الجامع الأزهر كنت بتصلي العشاء هناك وسلمت على حضرتك. حياك الله يا أخ خالد. ده السنة اللي فاتت يعني، لما رحنا الزيارة بتاعت القبور دي، رحت صليت في جامع سيدنا الأزهر. خلاص يا اخواننا الكرام، اكتفي بهذا القدر. انا الحمد لله يعني قلت اللي انا عاوزه واسمعتكم ما
في نفسي، وإحنا قاعدين لكم يا نابتة بالمرصاد، وبإذن الله سندافع عن أئمتنا وعن العلم. إحنا أحياء بإذن الله سنفعل ذلك، إن متنا فبعدنا من يكمل ذلك، لأن الله عز وجل حافظ دينه، وحفظ الدين بحفظ هذا التراث، وحفظ الدين بحفظ هذا التراث. وزي ما ربنا أخرجنا من بين هؤلاء لنرد عليهم، ودي من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أكرمك الله يا أخي مصطفى محمد، شكرا لك على هذا الشعور الطيب. هم كانوا يعدونني ويعدون بعض الناس ليكون في الصف الأول، فجعل الله مكرهم عليهم، وأخرجنا الله تعالى من بينهم لنرد عليهم. وده فضل الله عز وجل، ونسأله تعالى أن يديم علينا استعمالنا فيما يرضيه عنا. فالموضوع مش واقف على محمد عبد الواحد يا جماعة، اوعى تظن ان الموضوع واقف عليا، اهتديت او ضللت، عشت او مت. وده اللي دايما بقوله لاخواني الطلبة في دروسي، يا جماعة الامر غير متعلق بيا من قريب ولا من بعيد. دائما اكرر هذه الكلمة، حتى وانا في مصر كنت بقول لهم كده، يا جماعة انا اصف لكم منهجا، انا ادلك على منهج، مالكش دعوة بيا اصلا. أنا عملت بالعلم، أنا اهتديت، أنا ضليت، أنا عشت، أنا مت، أنا رحت، أنا أي زفت. عليك بالمنهج، والمنهج ده هو المعيار اللي تقيس به الناس. لما يطلع واحد زيي يقعد يكلمك ليل ونهار عن المذاهب الأربعة والتمذهب ثم تراه يشذ في الفتاوي ويميع بأن يخالف المذاهب الأربعة، ارمي بكلامه عرض الحائط. لو كان أكبر عمة، لو كان أكبر عمة. ما تعلقش نفسك بشخص، يبقى احنا ما عملناش حاجة. لو القضية ان انا انزعك من تقليد هؤلاء عشان تبقى تبعي وتقلدني، يبقى انا مفسد. احذر يا طالب العلم ويا اللي بتسمعني ويا اللي هتسمعني ان تتقيد بي. ايوه احترمني من باب احترام المسلم، من باب احترام واحد علمك، ده حق العلم، والعلم راحم بين اهله. لكن احذر ان تجعلني معيارا، احذر أن تجعلني معيارا، احذر أن تجعلني معيارا. معيارك هو المذاهب الأربعة، ومن يعظم المذاهب الأربعة يحترم. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. مولانا أبو قيس بيقول أحدهم في المعرض ضيق علي الطريق بكتفه حتى كدت، شوف قلة الأدب، حتى كدت أتعثر وأسقط لولا بنت منتقبة معه، والله كان سأعلم حقا أن البادي أظلم. سبحان الله العظيم. بس أنا خلاص يا جماعة، خلصت اللي عندي وأجبت على بعض أسئلتكم، وأشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم العلم ويعظم أهله وينفعه الله بما تعلم، ويجعلنا من حماة هذه الشريعة وحراسها، وأن يحيينا على ما يحبه ويرضاه، ويتوفانا على ما يحبه ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب، احنا عندنا مطر بيمطر من فضل الله عز وجل يعني. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا ديننا، وأن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن تجعلنا من حماة هذه الشريعة وحراسها، وأن تجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن تنصر بنا دينك، وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وألا تجعل لهؤلاء ولا لظالم علينا سبيلا، وأن تكبت من أرادنا بسوء. نعوذ بك اللهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نشهدك أنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك، وأنه ليس أحد من الناس يحرسنا ولا يحفظنا ولا يدعمنا، وإنما نحن بك، نحن بك وحدك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ومن كان بك فإنه لا يخيب ولا يضل ولا يزل، ونحن متوكلون عليك مفوضون أمرنا إليك. نسألك اللهم أن تثبتنا، وأن تحفظ علينا ديننا، وأن تحفظنا بحفظك. آمين.
مستحب عند الحنابلة مسح الوجه. وصلى الله وسلم وبارك، آمين بجاه نبيك الكريم يا رب صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اللقاء بقى الشهر القادم، خلصنا كده خلاص. لو في حاجة ممكن أبقى أرفعها لكم بقى تتفرجوا عليها على طول. والأخ على فكرة اسمه، بس هو أكيد مش هيفتح صفحته كده خلاص، هيفتح بقى بحسابات وهمية زي النسوان. لكن هو على كل حال لو حد يعرف أي حد يعرف حاجة في الحرم يروح يسأل لي على الأخ ده ويعرفني هو مين في الحرم. اسمه محمد منصور العدل، اسمه محمد منصور العدل. طبعا الأخ ده كده يعني خد ختم النسر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.